السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا وسهلا بيكم في سيشن جديدة من ذا سترايف هنتكلم فيها النهاردة إن شاء الله، ونستضيف دكتور محمود. هنتكلم مع بعض عن ال AI for Healthcare. حابب أطمن الناس، السيشن إن شاء الله مسجلة، وبعد ما نخلص بإذن الله على خير هنرفع السيشن على القناة بتاعتنا على اليوتيوب، بحيث الناس تقدر تشوفها براحتها وتقدر تاخد منها اي ملاحظات براحتها. نركز مع بعض اهم حاجه جوه المحاضره عشان نقدر نستفاد ونقدر ان احنا نسال في الاخر ونقدر ناخد الفيدباك بتاعنا. سريعا كده هوت حابب اعرفكم، ندردش كده عقبال طبعا ما الناس تبتدي تخش جوه المحاضره. مع حضراتكم دكتور احمد مصلحي، فاوندر ذا سترايف. ذا سترايف من الشركات اللي ابتدت تظهر معانا، او ابتدت تكون موجوده من بدايات ظهور الجينيراتيف اي اي. احنا الصراحه بقى لنا سنه وشويه شغالين في المجال دوت، سواء بقى في الاي اي كونسلتيشنز، بحيث نقدر نينيبل الشركات ان هي تقدر تستعمل الاي اي جوه الكيانات بتاعتها، اي ما هيكون الكيان دوت ايه. فبالتالي بنينيبل الشركات انها تقدر تشتغل بالاي اي عن طريق بقى ان احنا بنقدر ندي تريننج، نقدر ندي اويرنس سيشنز، نقدر ندي سيشنز متخصصة في كل دومين، ويكون معانا كمان الاكسبرت ماتر بتاعتها، بحيث نقدر نقدم اليوز كيسز الخاصة بكل صناعة. والصراحة من ما احنا وابتدينا نشتغل الفترة اللي فاتت مع كذا دومين، قلنا طب ليه ما نشيرش الاكسبيرينس بتاعتنا اللي حصلت معانا الفترة اللي فاتت؟ ليه ما نحاولش نعمل شيرنج لكل السكسس ستوريز او اغلب السكسس ستوريز اللي احنا ابتدينا نشتغل فيها مع بعض، ونبتدي ندي لمحة ليها للناس، ونحاول نعلي الاويرنس جوه الفيلد ده، وجوه كل دومينز من الناس اللي شغاله معانا. فبالتالي ابتدينا الاسبوع اللي فات بالانجينيرينج، والصراحه كان لينا فيها شغل كتير قوي ولسه هيكون فيه. والنهارده تعتبر معانا اول سيشنز في الاي اي فور هيلث كير، ومش هتبقى اول سيشن، يبقى ان شاء الله في سيشنز تانية كتير، وفي ويبينارز كتيره هتكون معانا، وفي مفاجآت باذن الله هتكون معانا باذن الله من هنا لنهايه السيشن. فحاول الناس تكون معانا، لان هندي برومبتنج هديه، وهندي فري كونسلتيشنز، وهندي شويه حاجات جامده. فيا ريت تكملوا معانا للاخر علشان تقدروا تاخدوا الهديه القيمه اللي هنبتدي ان شاء الله نديها بنهايه السيشنز بتاعتنا. طيب، سريعا كده هوت هدي لمحه صغيره الاي اي واصل معانا لحد فين. اكوردنج تو بقى الجارتنر وماكنزي ومايكروسوفت وكل الريبورتس اللي طالعه الفتره الاخيره اللي بتتكلم على الجينيراتيف اي اي، وانه واصل معانا لحد فين وتاثيره علينا واصل لحد فين. فمن ضمن الارقام المهمه جدا بيقول لك ان حوالي في 69 مليون وظيفه هتبتدي تكون موجوده بنهايه 2027. معنى كده ان في سكيلز جديده ابتدت تخش السوق. مش معنى ان في وظائف جديده ان الوظائف القديمه هتتلغي، لا، هي نفس الوظائف القديمه بس بيتحط عليها سكيلز اي اي. والاشاعه، وحابب برضه اطمن الناس اللي يقول لك الاي اي هياخد مكاننا، الاي اي مش هياخد مكان حد حضرتك. اللي هياخد مكان مكان اي حد فينا، زي ما هنشوف النهارده كده هوت، حد فاهم الاي اي كويس جدا وعنده السكيلز بتاعت حضرتك ومعاه نفس شهادات حضرتك، بس فاهم اي اي وبيعرف يشتغل بيه. وهو دوت اللي هيفرق معانا مع كل حد فينا. فعشان كده احنا بنحاول ندي اويرنس كتير الفترة ديت في كل الدومينز، عشان كل واحد يبقى عارف الرود ماب اللي يقدر يشتغل عليها ايه، علشان يعرف يطور نفسه ويطور البيزنس اللي هو شغال فيه. وبرضك بقول لك نسب الشركات اللي بتبتدي تعتمد على الجينيراتيف اي اي بتزيد بنسبة 75%، وان اي حد بيشتغل بالاي اي بالجينيراتيف اي اي نسبة البرودكتيفيتي بتاعته بتعلى بنسبة 43%. يعني لو انت بتعمل
10 تاسكات في يوم، لا انت هتقدر تعمل 15 و20. والصراحه في امثله، يعني الفتره اللي فاتت احنا ان شاء الله هيجي في دورها لما نيجي نتكلم في الاي فور اديوكيشنز، لما ابتدينا نعلم التيتشرز وابتدي نعلم الناس اللي بتبتدي تعمل ليسنز بلان وتبتدي تحاول تقدم محتوى تعليمي. الناس اللي كانت بتخلص شغلانه في اسبوع بتخلصها حاليا من 10 دقائق لربع ساعه ماكسيموم. فشغل اسبوع تخيلوا بيخلص حاليا بالتولز اللي موجوده في ايدينا دلوقتي من 10 دقائق لربع ساعه. فاحنا في حته تانية خالص دلوقتي. واي حد هينفست سواء في نفسه او في الشركه اللي هو فيها، بيقول هيرجع لك مردود، او الار اي بتاعك هيرجع لك 3.2 اكس. فتخيل هتصرف 1 اكس هيرجع لك 3 اضعاف اللي حضرتك صرفته، سواء انك هتقدر توفر وقت او سواء انك هتقدر البرودكتيفيتي بتاعت حضرتك تبقى اكتر واعلى وتعرف تعمل شغل اكتر. وان طبعا صناعه زي كده الجروس فيها بيعلى بنسبه 32%، ما كانش ايه اكتر دلوقتي. ولذلك هنلاقي الاي اي داخل معانا في المانيفاكتشرنج، وداخل معانا في الهيلث كير، وداخل معانا في الماركتينج والسيلز، وداخل معانا في الاديوكيشن والانجينيرنج والسبلاي تشين وحاجات كتير جدا جدا جدا. فاحنا حاليا الفترة ديت هنبتدي كل اسبوع نطلع بدومين، هنطلع حد معانا اكسبرت مطر في الدومين دوت، وهنبتدي نكرر، مش هنكرر، نبتدي نزود في السيشنز اللي نديها سواء للبيزنس سواء للهيلث كير سواء للانجينيرنج سواء للاديوكيشنز، بحيث الناس تبتدي بقى تشوف سلسلة اي اي اكوردنج تو الدومين اللي كل واحد اكسبرت فيه وحابب يسمع فيه الجديد. بجانب ان شاء الله زي ما هنعلن كده باخر السيشن النهارده باذن الله مع بعض، هتبقى في اوف لاين سيشنز، لان طبعا في ناس كتيره تحب انها تتعلم اوف لاين وتحب يبقى في انتراكشن اوف لاين، وديت مهمه جدا طبعا لناس كتيره. ان شاء الله هنقدر نلبي لهم السيرفيس ديت. وانتظرونا ان شاء الله في المفاجآت اللي هنقولها مع بعض باذن الله من هنا لنهايه السيشن. هبتدي بقى أدي المايك لدكتورنا العزيز دكتور محمود الفقي، اللي يعتبر زميل عزيز، احنا بقالنا مع بعض فترة كذا سنة في مجال الجينيراتيف اي اي، وبنتعلمنا فيه مع بعض وبقينا كونسلتيشنز فيه مع بعض مع مايكروسوفت، وبقينا الصراحة ماشيين الجيرني فيها مع بعض، وعملنا بفضل الله كذا يوز كيس كويسة وعملنا كذا ستاديز كويسة في المجال دوت. هبتدي اديله المايك دلوقتي بقى يبتدي يشير معانا اليوز كيسز اللي هنبتدي نشوفها النهارده باذن الله مع بعض. اتفضل يا دكتور. السلام عليكم ومساء الخير. يعني أنا أولا مش قادر أعبر عن امتناني للدكتور أحمد أخويا وصديقي العزيز. والدكتور أحمد من الناس البايونيرز في الاي اي بشكل رائد جدا، وكان من أوائل الناس اللي تبنت الفكر واتعلمت بشكل قوي جدا. وهو اللي بدع فكرة إن احنا ندي تريننج وندي سيمينارز ونعرف الناس على الريفولوشن اللي موجودة، وإن شيرنج النولج ده بيرجع علينا كلنا بالخير والنفع. وان مصر تستاهل والناس اللي في مصر يستاهلوا ان هم يبقوا بايونير في حاجة لسه طالعة زي دي ونقدر كلنا نعملها. ف بشكر حضرتك كتير جدا 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 يا دكتورنا. وهبتدي بقى اخش على نقطة تانية، وهي انا لاحظت ان في ناس كتير من الناس اللي سجلوا معانا انا اعرفهم معرفة شخصية. ودي حاجة اسعدتني وفرحتني بشكل كبير جدا جدا جدا. فبحب اشكر حضراتكم، وعلى قد ما اقدر انا عملت حسابي ان ما يبقاش في حاجه متكرره عشان ما تزهقوش. فدي كانت من الحاجات اللي متاخده في الكونسيدريشن. طيب، احنا النهارده ال الهدف من اليوم بتاعنا ان احنا نتكلم في الهيلث كير سيكتور عموما، ونتكلم في كل الحاجات اللي ليها ريليشن بالاي اي وازاي ممكن تفيدنا. تعالوا الاول نتفرج على الفيديو. Our newest flagship model, this is GPT-4o. Gemini is delivering our most intelligent AI experience. The launch of Amazon Nova. We are introducing more than 50 plus new products. We're going to try something that, as far as we know, no tech company has done before. Google has been at the forefront of Gemini was better than any other model. GPT-4 is incredibly advanced. More than any of the large O1 is the smartest model. Gemini is our largest and most Going to capable. announce Gemini 2.0 enables a new models that kind. deliver frontier intelligence.
نو يو ار نوت. السؤال دايما اللي بنتسأله هو انا متأخر قد ايه في الاي اي؟ واحنا مش متأخرين خالص، والعالم كله ستيل بيبتدي يتشك. ولكن في الهيلث كير سيكتور بالذات الريفولوشن هتتأخر شوية. هو ده ليه؟ لأن أكتر حد يقدر يحرك الاي اي في الهيلث كير هم الدكاترة. والدكاتره التكنيكال والتكنولوجيكال باك جراوند بتاعتنا دايما بتبقى صعبه. وده كان الهدف بتاعنا في الكونسلتيشن في شغلنا، ان احنا نلينك ما بين الدكتور اللي ما عندوش تكنيكال باك جراوند قويه، ونلينك في نفس الوقت ما بين السوفت وير انجينير والديفلوبر اللي عنده تكنيكال باك جراوند قويه، وبالتالي نقدر نحل المشاكل ونقدر نطلع السولوشنز اللي تقدر تحل لنا مشاكلنا في الهيلث كير. طيب، الاجنده بتاعتنا النهارده ودي مهم جدا عشان كل واحد يعرف هو هيستفيد ايه. الهدف من اليوم ان احنا نوصل لكل واحد من الاودينس الكرام ان انت في مجالك غالبا 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 هتلاقي يوز كيسز كتيره جدا، وهتلاقي حاجات اوريدي افيلبل وموجوده وتقدر تشتغل عليها immediately، ومش محتاج ان انت تخترع الذره وتروح تعمل موديلز والكلام ده كله. فاحنا هنتكلم انتروداكشن سريعا، وبعدين هقول لكم الجيرني بتاعتي بالاي اي بدات ازاي، وصلنا لايه النهارده في الاي اي في المجال بتاعي. وبعدين هوري حضراتكم ستيب باي ستيب ايه اليوز كيسز اللي موجوده في الهيلث كير سيكتور، وكمان ايه الحاجات اللي هتبقى موجوده في الدكاتره البشريين، لدكاتره الديرما، لدكاتره العلاج الطبيعي، للريسيرشرز، ايفن حتى للمانجرز والستاف المسؤول عن تنظيم واداره العيادات والمستشفيات. واخيرا هنختم بيه ايه هو الجايد اللي احنا محتاجين نبتدي بيه النهارده عشان نبتدي ناد اون لحياتنا سكيلز، وكمان نبتدي في الباث بتاع الاي اي. طيب، اعرفكم بنفسي، انا اسمي الدكتور محمود الفقي، انا اخصائي تقويم. انا خريج جامعه القاهره وماجستير تقويم جامعه القاهره، وسيرتيفايد انفيزالاين وفاس الاينر، وانا الساينتفك سبيكر لشركه فورست دنت في الميدل ايست. انا بقالي 12 سنه بشتغل في مجال التقويم، وده مجال انا بحبه جدا. انا ما عملتش شيفت كارير ولا حاجه، انا بحب جدا مجالي، ولكن انا بحب التكنولوجي بشكل كبير، وهنا بدأ الميكس اللي انا عملته. أم، تعالوا اوريكم فيو من الشغل عندي في العيادة. ده التيم بتاعي. وحاجة تانية جنب تخصصي في التقويم، أنا بشتغل علاج مفصل آلام مفصل الفك، وعاملين بروجرام أنا والدكتورة نهى خالد، دكتورة علاج طبيعي، إن إحنا بنقدم فول سولوشن للمرضى اللي عندهم مشاكل في مفصل الفك، بنعالجهم من ناحية الأسنان ومن ناحية العلاج الطبيعي. ودي حاجة بايونيرنج جدا في المجال ده على مستوى العالم. الحمد لله ربنا كرمنا إن إحنا قدمنا كذا كورس، والفترة اللي جاية إن شاء الله هيبقى في مفاجآت كتيرة في الموضوع ده. طيب، نخش بقى على الاي اي. الموضوع بدأ من الدبلومة اللي حضرناها مع بعض أنا والدكتور أحمد، ودي كانت بالنسبة لنا بداية الكارير، وبدأنا نعرف يعني إيه AI ويعني إيه جينيراتيف AI، مصطلحات، وعرفنا إن في حاجة اسمها AI. وبعد كده كل واحد مننا بدأ ياخد طريقه، وبدأ يشتغل على نفسه، وبدأ يذاكر اليوز كيسز بتاعته، وبدأ يدور إزاي يحل التشالنجز اللي بتقابله في كاريره كل يوم. ومن هنا جت فكرة الورك شوبس دي، وجت فكرة الشركة بتاعة زيسترايك. الهدف منها ان احنا نحل المشكله دي. احنا عملنا اي اي ريتريت، ده كان من احسن الايفنتات اللي عملناها في حياتنا. دكتور احمد هتلاقوه في النص، انا مرمي على الجنب اهو مشاور على نفسي بسهم عشان تعرفوني. ده كان ايفنت هايل ورائع، واتجمع فيه اكسبرت ماترز في جميع التخصصات، وكلهم كانوا مهتمين بالاي اي. وانا شرفت ان انا كنت بقدم جزء في الهيلث كير سيكتور. اخيرا، الفتره الاخيره دي كنت بشارك في تقريبا في كل الايفنتس اللي ليها علاقه بالاي اي والهيلث كير سيكتور. وكان في ايفنت قوي جدا معمول في مدينه زويل، واحب اقول لكم ان كان في كميه جيستس، انترناشونال جيستس، من الكنديان يونيفرسيتي في دبي، من يو كي، من اوكسفورد، من الورلد هيلث اورجانيزيشن. واحب اقول لحضراتكم ان الناس متاخره جدا جدا جدا، وكل اللي كانوا بيتكلموا فيه ان احنا في المستقبل عايزين الاي اي يعمل لنا واحد اتنين تلاته. الحاجات دي اوريدي احنا بنعملها النهارده في عياداتنا وفي شغلنا في مصر.
اوكي. فعشان كده بحب اطمن حضراتكم ان احنا مش بعيد ولا حاجه. طيب تعالوا احكي لكم كده الستوري بتاعتي. الستوري بتاعتي بدات سنه 2018. ساعتها ما كانش فيه اي اي ولا كان في اي حاجه خالص، وكان رساله الماجستير بتاعتي كنت عايز اعمل حاجه انوفيتيف. فقررت ان انا اوفر على دكتور التقويم خطوه من الخطوات المهمه جدا، وهي ان انا بصور اشعه جانبيه للمريض علشان اقرر هخلع له اسنان واصلح بروز فك ولا لا. والخطوه دي كنا بنعملها باشعه، وبعدين ناخد الاشعه نحللها، وبعدين نشوف الزوايا، والزوايا دي على اساسها بنبتدي نشتغل. فجات لي الفكره ليه ما نعملهاش بموبايل ابلكيشن، نحط فيه نفس البوينتس دي ونشوف الزوايا ونقيسها على وش البيشنت مباشره، وكمان عايزين نعملها في جيب الدكتور في موبايل باك جراوند، موبايل ابلكيشن، بحيث ان هو ما يحتاجش ان هو يبذل مجهود ولا يصرف فلوس ولا الكلام ده. عشان نعمل الموضوع ده ستاندردايزيشن بريسيرش مظبوط، فلازم نثبت كل البارامترز. عملنا باك جراوند وقارنا ما بين الابيض والاسود، لان الاسود افضل عشان بتبين الديتيلز. وحددنا كمان طريقه الاضاءه. انا بحب اقول لحضراتكم التفاصيل عشان تشوفوا قد ايه الموضوع كان صعب والنهارده بقى بيتعمل ازاي. وعملنا بعد كده بيلد اب لاستوديو كامل بستاندردايزد ميجرز، وبدانا نطلع قماش، بدانا نصور البيشنتس بتوعنا ونعمل لهم اناليسيس. في الوقت ده كان اعظم حاجه في الاي اي هي الفيس ديتكشن. بنشتري موديل، الموديل ده بيقدر يشوف وش البيشنت بتاعنا ويقول لي ده وش، ده مناخير، ده دي ودان، ده هكذا. الحاجه التانيه ده الابلكيشن بتاعنا بقى. الكلام ده كان 2018. بنصور البيشنت، بنحط الصوره بتاعته ونبتدي على الصوره. هو عارف دلوقتي ان ده فيس، وعارف ان ده شعر ودي نوز وهكذا. وده الشكل اللي احنا حاطينه علشان نقدر من خلاله نقيس بيها نقيس بيها الفيس بتاع البيشنت. اوكي. الكلام ده طبعا في الوقت اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده كان ريفولوشن ملهاش يعني كانت صعبه جدا. خدت مننا وقت قد ايه عشان نعملها؟ تقريبا سنه و8 شهور، وكلفتني تقريبا 2000 جنيه استرليني علشان الديفلوبر اللي عمل معايا الموضوع ده كان مش من مصر، وكان بيشتغل في الويك اند بس، فالموضوع كان مأساة. اوكي. طيب تخيلوا بقى الموضوع ده بصعوبته وبوقته وبتكاليفه. تعالوا اوريكم النهارده انا عندي في عيادتي موديل بنستخدم فيه حاجات اصعب بكتير. تعالوا هوريكم. بصوا كده معايا حضراتكم، ده موديل النهارده شغال عندي في عيادتي. وانس ان انا حطيت له الاشعه، اوتوماتيكلي هو علم السنان كلها وحدد لي ايه السنان اللي فيها تسوسات او اللي فيها حشوات، وعمل لي تقرير طبي بالدنتال عشان يتبعت لدكتور الاسنان يشتغل عليه. الحاجه التانيه دي الاشعه الجانبيه اللي كنت بقول لحضراتكم عليها، دي كانت بتاخد مننا تقريبا نص ساعه عشان نحط البوينتس دي. النهارده الاي اي اوتوماتيكلي يبقى عارفها وحضراتكم بتعدلوها فقط. كمان لو عايز اوري العيان بتاعي شكل وشه والتغييرات اللي هتحصل، اقدر احرك الاشعه وشه هيتغير. كل دي حاجات ريفولوشن بشكل مش طبيعي. حاجة تانية الصور. هو النهاردة ال AI موديل ده متعلم على الصور وعارف ان الصورة، ان السنة دي فيها حشوة، فيها تركيبة، فيها تسوس، فيها اي حاجة. ده رسالة الماجستير بتاعتي اللي انا ضيعت فيها سنتين. النهاردة بتتعمل في 5 seconds. الصورة بتدخل، بيتعمل لها اناليسز، بتتحط الزوايا، الزوايا كلها بتطلع ونقدر نحددها. كمان بقى طورنا على الموضوع ده وبقينا نقدر نحط السكان بتاع البيشنت، مقاس البق بتاع المريض نفسه، واقدر اعمل سيميوليشن للتريتمنت. وكمان اقدر لو انا محتار اعالج العيان بالطريقه دي او بالطريقه دي، اقدر اعمل مالتيبل سيناريوز. فحضراتكم متخيلين احنا نقدر نعمل ايه النهارده؟ فانا بوري العيان بتاعي والله انا لو خلعت لك سنانك يبقى شكلها عامل كذا، لو ما خلعتهاش يبقى شكلها عامل كذا. فالموضوع ده بقى ريفولوشن موجود النهارده وبشتغل بيه في حياتي. طيب ده فرق معايا في حياتي في ايه؟ انا كنت بعمل الستيب بتاع دراسه الصور والاشعاعات والمقاسات المريض دي، كنا بناخد تقريبا ساعة لساعة ونص عشان نذاكرها وبعدين نحط الليست بتاعت المشاكل. النهارده وانس ان انا رفعتها 5 minutes تقريبا كل المشاكل بتتحط، وابتدي انا احط التريتمنت بلان اللي انا شايفها. فهل هو بيعالج مكاني؟ لا، ولكن هو في خطوه كانت بتاخد مني ساعه بقت بتاخد مني 10 minutes. وهي دي عبقريه الاي اي وعبقريه كل واحد لازم يفكر في كاريره بالطريقه دي. طيب تعالوا اوريكم حاجه بقى من الحاجات الريفولوشن جدا النهارده. انا قلت لحضرتك ان انا بشتغل في علاج مفصل الفك. عشان نعالج مفصل الفك احنا بنمشي على شيتس المريض هو بيملاها وشيتس الدكتور بيملاها. ودي عشان بنعملها ورق، وبعدين بنقعد نقرا الورق ده ونحدد المشاكل، بعدين نحط البروب ليست، بعدين نشخص. فانا جت في دماغي فكره، طيب ليه ما نعملش ابلكيشن الكلام ده دلوقتي بقى عشان حضرتك تشوفوا الفرق. فانا فتحت اي اي موديل، كتبت له انا عايزك تعمل لي ابلكيشن عشان اعالج بيه حالات التي ام دي، وكتبت له الحاجات اللي انا بعملها والحاجات اللي انا بدور عليها، وبعت له كمان الريبورت اللي انا بخلي المريض يملاه.
وطلبت منه ان الحاجات دي تتعمل في صيغه تشوز. ليه؟ علشان العيان ما يكتبش وما يزهقش، وكمان تتحط على الابلكيشن فاقدر اسيفت بسهوله جدا. انا بوري حضراتكم الخطوات، ده ريل تايم، الكودنج بيتعمل، الابلكيشن طلع، جربته ما عجبنيش عدلت، وده الفاينل فيرجن. بقينا نفتح العيان بساله الاسئله وهو يجاوب يس عندك وجع، يس نو، يس نو، وهكذا. وبعدين اخش على الكلينيكال اكزامينيشن، اكشف على العيان، اشوف ايه العضله اللي بتوجعه واعلم عليها، اشوف درجه فتحه البق كام ملي، الحاجات اللي احنا بنعملها اوريدي. وعبقريه الموضوع بقى ان انا بعد ما كنت بعمل الكلام ده بقعد اذاكره واحدد المشاكل فين، هو اوتوماتيكلي بيطلع لي التشخيص، وبيطلع لي حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوزز، ايه الحاجات اللي ممكن تبقى ريليتد للموضوع ده، وكمان بيقول لي السبب هو ليه ادى التشخيص بالمنظر ده، والاهم لو انا عايز اكد الموضوع ده ايه نوع الاشعه اللي انا محتاج اعملها. الكلام ده انا عملته وانا قاعد بتفرج على اللابتوب في اقل من ربع ساعه، كنت مخلص الابلكيشن ده. دلوقتي اقدر اخد الكود بتاع الابلكيشن ده، ابعته الديفلوبر، اقول له طلعه لي فاينل فيرجن. هي دي الريفولوشن اللي حصلت من 2018 لحد النهارده. تمام. آه لحد دلوقتي كل الناس معايا؟ اوكي. طيب دلوقتي بقى احنا هنبتدي جزء الانتراكشن ونتكلم عن اليوز كيسز. فهطلب من حضراتكم، يفضل ان كل حد من حضراتكم يبقى فاتح اللابتوب بتاعه اللي بيحضر منه وجنبه الموبايل، ويعمل سكان للكيو ار كود ويكتب الكلاس كود ده عشان يخش معانا انتراكشن على الموبايل بتاعنا في الاسئله اللي هتطلع. اللي حضر معايا قبل كده اي ورك شوب او محاضره هيبقى عارف الحته دي، اللي ما حضرش يقدر يسكان الكيو ار كود ده على طول. 2 minutes كده استاذنكم نحاول نسكان الكيو ار كود ده بالموبايل، بحيث نقدر نشارك مع دكتور محمود، وفي اليوز كيسز اللي هتبتدي نشوفها ان شاء الله ايه المرحله اللي جايه. صراحه يعني دكتور محمود يعني في الحته اللي هو تقويم الاسنان بقى وعلاج الاسنان، زي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله، يعني جاب الموضوع من الاخر. ما بعملش حاجه في حياتي غير الموضوع ده، يعني ما بشتغلش دكتور سنان. فبالتالي ما شاء الله زي ما قال كده، ما الكيو ار كود موجود اهوت. ممكن ابعته لحضراتكم على الجروب، وممكن كمان ابعت لكم لينك لو حابين تشاركوا معانا فيه. هي الفكرة كلها اللي قالها برضك دكتور محمود من شوية، ألا وهي إيه؟ كل واحد في مجاله لازم يبقى عارف هو هيعمل إيه بالظبط، والورك فلو بتاعه شكله عامل إزاي، وإيه المفروض يبتدي يشخص بيه المريض عشان يقدر يعمل بروجرام زي اللي حضراتكم شفتوه دوت. وحاجه تانية برضو يا دكتور، احنا مش لازم دايما نخترع الذره. يعني انا مش لازم انا اروح ابني موديل واصرف عليه مئات الالاف واقعد ابذل مجهود. لا، انا مطلوب مني ايه؟ ان انا اشوف ايه التولز اللي موجوده استغلها لصالحي واكسب منها، وابقى عندي السكيل الاكسترا عن المنافسين بتوعي، وفي نفس الوقت اوفر على نفسي وقت ومجهود وشياكه. طبعا طبعا طبعا. فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه عادة. احنا علشان نقدر نينيبل او نقدر نساعد اي حد، لازم يبقوا عارف بالظبط هو ايه اللي محتاجه، وايه البروسيس اللي بيقدر يشتغل عليها، عشان نقدر في الاخر نطلع له السوفت وير او نطلع له الاب اللي يعرف يساعده في التشخيص ويقدر يساعده في الطريقة اللي بيشتغل بيها. احنا دلوقتي معانا 107 حاضرين، اللي مسجلين 50 واحد فقط. انتوا هتنبسطوا جدا من التول دي، لان التول دي بنقدر نتكلم مع بعض بشكل افضل، ونقدر نحط ادد فاليو قويه. لو حد عنده مشكله وعايز يسالنا ممكن يسالنا، انا نبعت لهم. بعت على اللينك، بعت على الشات كل اللينك، بس استاذنكم حاولوا خشوا على اللينك اللي بعتناه، او نسكان الكيو ار كود من السكرين اللي مشيرها دكتور محمود. ابعت لكم اللينك تاني اهوت، نحاول نشارك فيها عشان بس نستمتع بالاكسبيرينس اللي احنا هنشوفها مع بعض. يعني طبعا انا عارف في دكاترة كتير برضك معانا بيدرسوا وفي الجامعة بالظبط، وكده، فتول زي كده هتنبسطوا منها قوي. تبقى رهيبه. وكمان بتقدر تبقى عارف الانتراكشن ازاي، الناس اللي بتتكسف انها تتكلم او ترفع عليها او تسال، بنقدر نعملها بشكل سلس وسهل وتو ذا بوينت.
اكتر حد هيجمع ستارز في اخر اليوم هنديله هديه. يلا بقى مسابقة. النهارده هنعمل شغل عالي ان شاء الله. ان شاء الله. بعتنا اللينك على الشات، فنحاول نخش. ما شاء الله هو 68 70. هايل. هنعمل ريكورد النهارده. ان شاء الله. هو الليميت 200، فربنا يسهل. لا ان شاء الله احنا لسه. ونخلي بالنا برضك حتى التولز ديت، يعني احنا برضك ان شاء الله هنبتدي نتكلم مع بعض قدام شويه في حته الاديوكيشنز والتولز الاي اي اللي ابتدت تنزل جديد وابتدت تساعد معانا في الشغل دوت. فهنقدر نشوف التولز ديت. فعشان كده بقول لحضراتكم ايه، تابعوا معانا. يعني القصه مش قصه سيشنز هيلث كير بس، لا اي سيشنز نبتدي نتكلم فيها خشوا معانا فيها، شوفوا الابديتس وصلنا فيها في ايه. حد ممكن تجيله فكره تعرف تساعده في شغله، تولز جديده يعرف يستعملها ازاي، طريقه جديده في البرومبتنج ونكتبها ممكن هو يعيد استخدامها في شغله. فعلشان كده الموضوع محتاج نتابع مع بعض الصفحه بتاعتنا، محتاج نتابع بعض الشانل بتاعتنا علشان تقدروا تتابعوا معانا ان شاء الله كل الابديتس. اوكي. بتهيألي الارقام بدأت تثبت شويه. اه اتفضل يا آه. دكتورة، تاني ممكن نبتدي. طيب اوكي، احنا هنبتدي وتقدروا تكملوا معانا، اللي معاه الكود يقدر يكمل منه. هندي بقى اخر ستور لكل الناس اللي حضرت. اوكي طيب، تعالوا بقى ايه اوري حضراتكم يوز كيسز موجوده النهارده اكتف، موجوده في الماركت، تقدر نشتريها ونقدر نشتغل عليها في تخصصات كتيره جدا في الهيلث كير. طيب، من حضراتكم دلوقتي اللي عنده معلومة أو عنده استخدام لأي يوز كيس موجودة في القطاع الطبي ويعرفها، موديل، ابلكيشن، أي حاجة متخصصة للقطاع الطبي، يقدر يكتبها دلوقتي من الموبايل بتاعه وهنقدر نشوفها مع بعض. دي أول حاجة انتراكتيف. هتظهر لنا ويندو كده اهوت نقدر أيوه. نكتب عليها اي حد. ايوه الناس ابتدت تكتب اهيت. جميل. اوكي، وفي ناس بدأت تشخبط والموضوع حلو. جميل. لا الشخبطه دي هعرف كنترول. طيب، انا برضو مش عايز كلام عام. مش عاوزين شخبطه دكاتره. احنا مش عايزين برضو كلام عام، يعني آه. عايز حضراتكم تكتبوا لي لو تعرفوا ابلكيشن، اسم ابلكيشن او اسم اي اي تول او اسم موديل. تمام. بربلكستي، شات جي بي تي، ديب سيك. هل الحاجات دي يا دكتورة مها، انا هديكي ستار، هل الحاجات دي يا دكتورة للهيلث كير فقط؟ لا. اوكي. نفس الكلام ديب سيك. اه، السيشن مسجله يا دكتوره اسماء، ما تقلقيش، وهتتبعت لكم وهتقدروا تشوفوها تاني وتالت ورابع، فما تقلقيش من اي حاجه خالص. آه آه كلاس دوجو، كاهوت، وتريمور، دول اي ثينك بتوع الاديوكيشن. فوكا فور اناتومي ده رهيب. ديب سيك وشات جي بي تي دي جنرال اي اي موديلز، مش حاجه متخصصه للقطاع الطبي. اوكي. اي اي اسيستنت سايتوسكوبيك بيكتشر اوف، هل ده حاجه موجوده يا دكتور متولي، ولا حضرتك شايف ان دي حاجه ايه المفروض تبقى موجوده؟ برافو برافو دكتور بحيري. دي حاجه من الحاجات القويه فعلا. موشن ده انا عارفه كويس قوي. جاما ده جنرال. ميديا سيرش ده في الريسيرش. هايل 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 هايل. كده احسن انهم طبقوا. اوكي طيب تمام قوي. شفتوا اللي حضراتكم كتبتوه ده، دي كلها حاجات جنرال وكل واحد بيستخدمها، سواء شات جي بي تي بقى ولا جيميناي ولا الحاجات دي كلها في الهيلث كير. طب تعالوا اوريكم الحاجات اللي موجوده فعلا حقيقي النهارده. In today's hectic world, it's getting increasingly difficult to remember what truly matters: the health of you and your loved ones. But now, someone can help. With his artificial intelligence, Pillow recognizes each and every member of your family and starts caring for them. Clara, here are your cholesterol pills. I see you're running low. Shall I reorder them for you? Thank you, Pilo. That'd be great. Pillow is 100% secure, and his skills and functionalities will grow the more you use him, the more he gets to know you. Here are your vitamins to go. Enjoy your training session, Liza. Thank you, Pilo.
Since Pillow's always connected, he can answer all of your health-related questions. Philo, how many calories are in a celery stick? 6 calories, Clara. Celery is excellent for your health. Great, I'll have a bunch then. Aww. Good morning. Pillow is simple to set up and makes the management of complex medication regimens very easy. He'll remind you, so you'll never miss a dose again. Wait, John. It's Tuesday. Here's your blood pressure medication. You're right. Thank you, Pilo. And if you want, he'll notify your caretakers in case of an emergency, like when he forgot his heart medication. Hey, Dad. I just got a message from Pilo. Everything okay? Because, you see, Pillow's not just a member of the family. He's a true healthcare companion. And since he can sync with any wearable and wireless devices, Mark can share his combined health and wellness data through one secure, user-friendly platform where he receives fast and reliable feedback. Goodbye, Doctor. Thank you, Pilo. Because sometimes all you need to stay healthy is a friendly, timely reminder. And that's exactly what Pillow will do for you. We created Pillow to address a critical need, the health and well-being of you and متخيلين بقى يا جماعة تول زي دي النهاردة موجودة فعلا وتمنها $600 وتقدر ببساطة تعرفها الأسرة أدويتها وتكونكت بدكاترتكم، ولو في أي مشكلة بتتابعها بالساعات السمارت تشوف الضغط مش مظبوط، البلس مش مظبوط، تتراك حياتنا كلها. وكمان بيعملك تيلي ميديسن، تقدر تعمل كونسلتيشن مع الدكتور ريموتلي. ده النهارده موجود وتكلفته كلام فاضي. $600 النهارده في سوق الهيلث كير سيكتور، ده كلام فاضي جدا جدا جدا. طيب، آم، عايز اعرف رايكم ايه في تول زي دي؟ شايفينها ايه؟ حلوه، وحشه، نص نص؟ رايكم ايه فيها؟ الناس النيوترال دول اكيد مش عاجبهم بيلو، بس اتس اوكي، الحاجات التانية هتعجبهم. اوكي، طيب تمام، شكرا 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 شكرا. تعالوا اوريكم تول تانية. فعبقريه التول دي ان هي جمعت ما بين الميديكيشنز، الهيلث كير سبورت، الاسيستنت، التليميديسن، التخصصات المختلفه، ريمايندرز، كل حاجه. طيب، انا عارف ان في ناس سجلت معانا هم ديرماتولوجيست، ودي من التخصصات القويه جدا والتخصصات الصعبه جدا. وكمان السكين كانسرز عموما من الحاجات الفيري اجريسيف، واحيانا كتير العيانين ما بيعرفوش غير بعد ما فوات الاوان. ففي تول النهارده بتعمل حاجه لطيفه للحته دي، تعالوا نتفرج عليها مع بعض. ممكن تعلي الساوند بتاع الدكتور الفيديو يا دكتور؟ ايه رايكم في تول زي دي لدكاتره الديرما؟ يقدر يتابع كل عيانينه بشكل انتنسيف، وكمان العيان يقدر يصور الليجن اللي طالع له،
كل شهر مثلا، والموديل يقدر يقول هل هي بتكبر ولا بتصغر ولا ثابته زي ما هي. وبالتالي ما بقاش في اوبشن ان احنا نخسر البيشنس، نخسر نفسنا، او ان يبقى تو ليت. ايه رأيكم في التول دي؟ I think دكاترة الديرما هنلاقيهم هنا. هايل. طيب تمام، تعالوا بقى نخش على تول تالتة. احنا معانا دكاترة علاج طبيعي كتير جدا جدا جدا. انا كنت دايما بوريهم تول معينة، فالنهارده جايب لكم تول جديدة تماما. مشكلة دكاترة العلاج الطبيعي ايه؟ ان هم بيعالجوا البيشنت، بيحطوا بلان، والبيشنت المفروض يعمل اكسرسايزز في بيته، فبيعملها غلط او ما بيعرفش يعملها بشكل كويس، او ما بيبقاش فيه كوميونيكيشن بشكل قوي، فبالتالي العلاج ما بيوصلش للنتيجة المطلوبة. تعالوا اوريكم التول دي تقدر تعمل ايه معاكم النهارده. Kaya turns your smartphone into a personal physical therapist. We use your mobile device and our motion analysis technology to guide you through each exercise. Kaya delivers physical therapy grade instruction and feedback from the comfort of your home, making sure your sessions within Kaya are safe and effective. We'll keep you motivated with some helpful nudges and feedback along the way. Plus, our technology generates digital biomarkers that can help you track your progress and even have a little fun along the way. Motion Coach by Kaya Health. طيب ده النهارده موجودة، والدكتور بيشتريها وبيعمل ابلكيشن للمرضى بتوعه، واول ما بيكشف عليهم بيحط لهم الاكسرسايزز اللي يعملوها، وهم بيفتحوا الابلكيشن في البيت يحطوه قدامهم ويبتدوا يشتغلوا. تخيلوا النهارده ده اي اي موديل اتعمل، ده النهارده حل مشاكل قد ايه في قطاع العلاج الطبيعي. طيب الجماعة بقى الريسيرشرز، ودي من أكتر الحاجات القوية والمهمة لكل الدكاترة. تقريبا مفيش دكتور ما بيعملش ريسيرش، لو مسجل في بروجرام أو بيعمل بيبرز أو في كل الحالات بيذاكر مع نفسه. احنا كنا بنعمل دايما ورك شوب كاملة عن الريسيرش، ولكن أنا عايز أوريكم تول واحدة تقدر النهاردة تساعدكم بشكل فظيع في الريسيرش. تعالوا أوريكم التول دي. التول دي اسمها ساي سبيس. دي بتعمل تقريبا كل حاجه في الريسيرش. يعني لو حضرتك عندك توبيك معين وعايز تعمل عليه ديب ريسيرش، شوف البيبرز والتفاصيل بتاعته ايه، وايه اللي اتكتب عنه، وايه نوع البيبرز، سيستماتيك ريفيوز ولا ار سي تيز ولا الكلام ده كله. فحضرتك بتخش تكتب في الديب ريسيرش بتاعهم انا عايزك تجيب لي كل حاجه ليها علاقه بالتوبيك الفلاني. فهو بيسالك شويه اسئله، ويبتدي يقرا كل البيبرز والحاجات اللي موجوده. الحاجات اللي مش مفتوحه بيقدر يقرا الابستراكت بتاعها، وبعد ما يخلص الكلام ده كله بيعمل لحضرتك ريسيرش كامل 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 كامل، بكل التفاصيل من اول انترودكشن، ابستراكت، والليتريتشر ريفيو وهكذا. فتقدر تعمل ديب ريسيرش عن التوبيك اللي حضرتك بتدور عليه في ثواني. كمان بيسمح لنا ان احنا نتنقل ما بين البيبرز دي ونشوف الحاجات اللي احنا عايزين نسأل فيها بالظبط. ده الريسيرش اتكتب بشكل كامل، انترودكشن بالريفرنسز دي ريفرنسز حقيقيه مش جنريتد زي اللي شات جي بي تي بيعملها. اوكي، لان ده موديل مخصوص للريسيرش. وهتلاقوا كمان بيجمع كل البيبرز ويقول المميزات والعيوب بتاعت كل بيبر والتارجت بتاعها ايه، وكانت ايه النقط السترينث ونقطه الويكنسز بتاعتها، ويقدر يعمل كمان جاب اناليسيس. ده كده في بوينت واحده، تول واحده في التول دي، وهي الديب ريسيرش. تعالوا اوريكم كمان حاجه من الحاجات اللي ساي سبيس بيعملها، ودي عبقريه بشكل فظيع. ده الليتريشر ريفيو، بيسمح لك ان احنا نتنقل بشكل سلس جدا، ولو انا عايز بيبر معينه اقدر اعمل لها ريكوست، ولو هي فري بتنزل اوريدي داونلودد بشكل قوي. اوكي طيب، تعالوا اوريك حضرتك حاجه تانية. دلوقتي كمان ساي سبيس يقدر يعمل لك، لو انا عايز اعمل ريسيرش بس ما عنديش ايديا، فانا اقدر اعمل ايه؟ اخش في الفاين توبيك واقول له انا عايز ايدياز عن حاجه جنرال زي التي ان دي في الفيزيكال ثيرابي وفي الدنتستري.
اوكي. فهو بيبتدي يقرا الليتريتشر ويبتدي يدينا شويه ايدياز فيها جاب اوف نوليدج ومن انهي جورنالز والريكومنديشنز بتاعتها ايه كمان عشان تسهل لي الببليكيشن بعد كده. كمان يقدر يساعدنا في الرايتنج. احيانا كتير لما بنيجي نكتب بتلاقينا عطلانين كده واقفين مش عارفين نبتدي نكتب ايه، اوتوماتيك هو يبتدي يقدر يجنريت كتابه وانت تعدل بقى عاجبني الكلام ده مش عاجبني. فالبدايه الطلعه الاولانيه دايما بتبقى صعبه، فهو مجرد ان انا بحط الماوس هو بيبتدي يكتب وانا ابتدي اصلح واقول له تمام دي كويسه دي مش كويسه وهكذا. تخيلوا النهارده الحاجات دي بقت موجوده، اللي احنا كنا بنعمله في شهور بقينا نقدر نعمله في ايام او في اسابيع بشكل كامل. وهنتكلم بعد كده بقى على البلاجيريزم والاي اي ديتكشن والايثكس والكلام ده كله، دي حاجه بناخدها ان ديتيلز. الموديل ده ثمنه علشان الناس اللي بتسأل عن الأسعار ده تقريبا $15 في الشهر لو اشتراك سنوي، لو اشتراك شهري $20 يعني 1000 جنيه. اوكي. بيقدر يعمل لنا سايتيشن، بيقدر يعمل لنا اي اي ديتكشن، بيقدر يعمل لنا بلاجيريزم كمان وبارافريزنج. اوكي. حبايبنا الريسيرشرز رأيكم ايه في تول زي دي؟ واضح ان الريسيرشرز انبسطوا. مين اللي مش عاجبه اي حاجه ده؟ ماشي يا دكتور احمد متشكرين. تمام. فتخيلوا النهارده كل ده تول ب 1000 جنيه في الشهر اقدر اعمل كل الريسيرشز اللي عندي. طبعا قويه جدا. شكرا شكرا شكرا. نخش على تول اللي بعدها. دلوقتي احنا معانا في الاودينس ناس مش دكاترة ولكن هم مانجرز شغالين في الداتا، شغالين في ادارات المستشفيات والعيادات والمراكز والكلام ده كله. وده بارت مهم جدا 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 ان احنا نقدر ندخل فيه الاي اي. في تول مصرية وسعرها 13000 في السنة يعني الشهر ب 1000 جنيه، اسمها سمارت ار اكس. دي بتعمل حاجة لطيفة جدا. دي اول حاجة بتقدر تحضر الدايجنوزز مع الدكتور وتقدر تسمرايز الكلام اللي المريض والدكتور قالوه وتدينا سمري للحاجه دي وتدينا انيشال دايجنوزز. دي اول حاجه. اوكي. كمان دايما بتبقى فاتحه للدكتور سمري عن المريض وعن الهيلث كير بتاعه وعن الحاجات اللي عنده البايومتريكس بتاعته. وكمان يقدر يعمل لنا اكسبكتيشن من الساينز والسيمبتومز اللي احنا كتبناها عن الدايجنوزز اللي عند العيان ده ايه والديفرنشال دايجنوزز بتاعه. وكمان يقدر يقول لنا لو انا عايز اتاكد ايه اللاب ريكويست اللي اعملها وايه الراديولوجي ريكويست اللي اعملها. تمام. وكل بيشنت عندي بيبقى ليه بيج فيها سمري وفيها البايومتريكس بتاعته، اقدر اتابع الضغط السكر بتاع المريض بشكل كامل. وكمان فيها بقى حاجه كمان عبقريه انا شايفها عبقريه جدا. من الهيستوري بتاع البيشنت هو يقدر يشوف الدراج انتر اكشن ويشوف لو انا اديت للمريض دوايين اتعارضوا مع بعض بيطلع لي اليرت زي ما حضراتكم شايفينه. لو المريض بتاعي عنده مشاكل صحيه تتعارض مع الدواء ده اوتوماتيكلي بيطلع لي اليرت يقول لي لا ما ينفعش المريض ياخد الكلام ده. لو انا عايز احسب الدوز بتاعه الدواء اوتوماتيكلي اقدر اكتب وزن المريض ويقول لي الدوز هتبقى كام. وبعد ما اخلص الكلام ده كله بيراجع الروشتة بتاعتي كامله ويشوف فيها اي انتر اكشن ولا لا. ولو تمام يقدر يطبعها واسلمها للمريض. تخيلوا النهارده دي كانت من الحاجات اللي مع ضغط الشغل مع ضغط العيانين مع ضغط اليوم الدكتور ممكن يتلخبط يكتب حاجه غلط يخش في مساءله قانونيه المريض يحصل له حاجه لا قدر الله. فالنهارده باي اي تول مجرد انا عملت داتا انتري كتبت المشاكل اللي عند المريض عنده سنسيتيفيتي من ايه عنده الرجي من ايه عنده امراض ايه حامل مش حامل بترضع ولا لأ، كل الحاجات دي كلها اللي احنا بنسالها للمريض وانس انها اتسجلت السوفت وير نفسه بقى عارف يلينك ويقول ده صح ولا غلط. اوكي. طيب آه، رأيكم ايه في التول دي سبيشالي للمانجر والمسؤولين عن العيادات؟ هايل. انا مبسوط ان حضراتكم مبسوطين بالتولز دي بشكل قوي. آه، السؤال بقى المهم اللي احنا هنسأله دلوقتي، هل كنتوا تتخيلوا ان الحاجات دي موجودة وبالاسعار العبيطة دي؟ هو ده السؤال بقى. يعني تول زي دي ب 13000 جنيه في السنة، يعني ب 1000 جنيه في الشهر كلام فاضي يعني ادير بيه عيادة واقدر اظبط معاك. ده بقى صميم شغلنا احنا ك
ككونسلتنت، ان انا بقعد مع الناس اشوف مشاكلهم ايه، وابتدي اقول اه والله نقدر نساعدكم بحاجه زي كده. طيب، من وجهه نظركم دلوقتي بعد التولز اللي احنا شفناها دي، انا عايز حضراتكم كل واحد يقول لي ايه اكتر حاجه امبرسيف، ايه اكتر تول عجبته وليه، وهندي فيها سكورز كتير قوي. ساي سبيس، دكتور خالد ريسيرشر. تم. ساي سبيس اه برضو. دكتور اسلام هايل، اكيد ده مانجر. اوكي، ساي سبيس هي اللي مكتسحه. اوكي بيرفكت. الريسيرش بينادينا. حلوه دي، لا دي حلوه. هم بيكذبوا ان هم خدوا الدواء، بس دلوقتي هتقدر تقفشهم خلاص بقى. هتسأل بيلو على طول عملتوا ايه. هايل 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 هايل. ساي سبيس، ساي سبيس كايا، دكتوره لبنى اكيد دكتور علاج طبيعي، دكتوره شيماء اكيد دكتور علاج طبيعي. بالظبط. الدقة بتاعت الإجابة قوية جدا 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 جدا. يعني هتلاقي إجابة في الريسيرش مرعبة، ومكتوبة بشكل أكاديميك، ومكتوبة بشكل ما يخليش الواحد يبذل مجهود كبير علشان يطلع المعلومة. كمان إن في تول بتقرا البيبرز والريفيوز وتجمعها، دي في حد ذاتها يعني حاجة قوية جدا. يعني أنا بشكر حضراتكم كلكم، تاخدوا ستارز كتير. تمام. طيب، نخش بعد كده على الجزء الأخير من المحاضرة بتاعتنا، وهو لو أنا النهاردة عايز أدخل ال AI في حياتي، ابتدي اعمل ايه؟ في ستيبس معينه كده لازم اتخذها. مش لازم اخترع الذره زي ما اتفقنا، مش لازم ابذل مجهود رهيب واقعد اروح اذاكر ديفلوبينج وبايثون والكلام ده كله. اول حاجه، في معلومات لازم نبقى عارفينها عن الاي اي. اولا، هو مش ماجيك، وما هو الا تول نتعلم ازاي نستخدمها كويس هتدينا الفاليو اللي احنا محتاجينها. الحاجة التانية ان هو احسن ريسيرشر، لازم نعرف امكانياته. هو بيعرف يعمل ريسيرش بشكل قوي بشكل سريع، بيقرا ويلخص ويعمل احسن مننا مليون مرة. وهو اكتر واحد هارد وركر، فانا لازم اشغله في الحتة دي. ما اطلبش منه ان هو يخترع ويألف ويعمل لي اختراعات والكلام ده كله، لان دي مش شغلانته. بس اطلب منه ان هو يبقى المساعد بتاعي في الحاجات اللي انا هتاخد مني وقت ومجهود وغلبة. تمام. حاجه مهمه جدا، اي اي موديل، اي شات جي بي تي، جيميناي، كلود، اي حاجه من الحاجات دي كلها، لو ما تعرفش مين حضرتك مش هتعرف تساعدك. فلازم حضرتك تعرفهم حضرتك بتشتغل ايه، تخصصك ايه، بتدور على ايه، بتحب ايه، لما بتسأل سؤال بتستنى الإجابة بشكلها عامل ازاي، وهكذا. ودي والسبيشاليزد تولز زي اللي انا وريتها لحضراتكم النهارده متعدل فيها الحتة دي. فمثلا الريسيرش اللي زي ساي سبيس معمول له برمجه ان هو يبقى عارف ان اللي بيتكلم معاه ده اكاديميك، فبيرد عليه رد اكاديمي. لما حضرتك بتسال الكلام ده لشات جي بي تي، بيرد عليك رد جنريشن، بيالف كلام يكتب لك بقى والله في ابحاث جميله والموضوع جميل وزي الفل. وده مش حقيقي، لان هو مش متخصص في الحته دي بشكل قوي. حاجه تانية مهمه جدا، لازم حضرتك تبقى عارف اكزاكتلي انت محتاج ايه من الاي اي. زي ما وريت حضراتكم مثلا مثال الموديل اللي انا بستخدمه النهارده في تحليل اشعاعات وصور العيانين. انا عارف بالظبط انا بدور على تول تعمل ايه، احط لها اشعه بشكل عامل ازاي، تطلع لي نتيجه عامله ازاي. لما بعمل كده بخش ادور على يوز كيس وابتدي اشتغل عليها. فلازم انا يبقى عندي كلير فيجن، فانا لازم ابذل مجهود كبير قوي. تمام. ودايما الفيدباك بتاعنا مع الاي اي هو اهم حاجه. انا سالته سؤال جاوبني اجابه، لازم اقول له عجباني ولا مش عجباني ولا اعدلها، ولو هيعدلها يعدلها ازاي، عشان بعد كده يبقى فاهم لما بساله السؤال ده يجاوبني بالطريقه عامله ازاي. ده المجهود الرهيب اللي احنا بنبذله. ودي من الحاجات اللي بنقدمها اللي ان شاء الله هنقدمها في القريب، ان احنا نعمل دبلومز وكورسز مخصوصه ازاي نعلم الدكاتره او الناس اللي بتشتغل في الهيلث كير سيكتور ان هو يقدر يتكلم صح، يطلع نتائج بيرفكت في اقل وقت واقل مجهود. تمام. طيب، علشان نبتدي الجيرني دي، في خطوات هنبتديها. اول حاجه لازم نتعلم شويه عن التكنولوجي. يعني لازم ابقى فاهم يعني ايه جينيراتيف اي اي، لازم ابقى فاهم ايه التولز اللي موجوده، لازم ابقى فاهم ايه الفروقات ما بينهم، لازم ابقى فاهم المصطلحات، يعني ايه موديل، يعني ايه ايجنت، الحاجات دي كلها. ودي اساسيات التريننج. اوكي. بعد كده لازم احدد الكلير فيجن بتاعتي انا عايز ايه، وابتدي ادور على اليوزفل يوز كيسز زي اللي وريتها لحضراتكم النهارده، اخدها ابتدي اشتغل عليها.
طيب الحاجه الثالثه، لازم ابني لنفسي ماي اون ورك فلو. يعني هضرب لكم مثال. انا النهارده في عيادتي بعمل ايه؟ باخد صور المريض، باخد اشعات المريض، باخد مقاسات المريض، ده ورك فلو. بعد كده باخد الصور دي اعمل فيها واحد اتنين تلاته، الاشعات اعمل فيها واحد اتنين تلاته، المقاسات اعمل فيها واحد اتنين تلاته. بعد كده باخد ده اروح كاتب بروبلم ليست، بعد كده اروح حاطط تريتمنت بلان، ده اسمه ورك فلو. خلاص. لما حضرتك بيبقى عندك ورك فلو جاهز في دماغنا، بنبتدي بقى يجي دورنا احنا ككونسلتنتس. حضرتك تقول لي والله انا بعمل الورك فلو بتاعي كذا وكذا وكذا وكذا، فاجي اقول لحضرتك في النقطه اللي في النص دي اقدر اديك موديل زي اللي وريته لحضرتك، هيوفر عليك خطوه ان هو يشوف الاشعاعات والصور ويعمل لك بروبلم ليست. تمام. طيب انا بكتب تقرير، فاقدر اديك موديل، او اديك شات جي بي تي، اديك برومبت تديه لشات جي بي تي يكتب لك الريبورت بتاع المريض، وهكذا وهكذا وهكذا. فلو ما عنديش ورك فلو انا مش هعرف استعلم اي بشكل قوي. تمام. نيجي بعد كده، انا اتعلمت وعندي الورك فلو بتاعي، ببتدي افصل احسن تول احطها في احسن تاسك، ومن هنا بيبتدي البرودكتيفيتي بتاعتي تعلى جدا جدا، الكواليتي بتاعتي تعلى جدا، وقتي بحافظ عليه بشكل كبير، وكمان الريتيرن اوف انفستمنت بيبقى قوي. نقدر بعد كده نخش في ليفل اعلى، وهو ان انا اعمل اوتوميشن، اخلي الستبس دي تمشي اوتوماتيكلي ونعمل لها ابديت. واخيرا بنجمع تيم اوف اكسبرتس، وده اللي عمله دكتور احمد في الشركه، ان احنا ايه، قرر ان هو يجمع ناس اكسبرت ماترز في كل التخصصات، عشان يبقى عنده تيم عارف ده هيفيدني في التخصص ده، وده هيفيدني في التخصص ده، وده هيفيدني في التخصص ده. اوكي. طيب عشان نعمل الموضوع ده في خطوات، ممكن بقى تكتبوها معايا. رقم واحد، كل واحد يقعد مع نفسه فنجان قهوة لطيف، ويكتب ايه النيدز بتاعته اللي هو محتاج يحلها. اوكي، في شغله، في الريسيرش، في العيادة، في اي حاجة في حياته. اوكي. بعد ما نعملها هنخش في الستيب نمبر 2. هتعلم الاول واطلع احسن تول اقدر استخدمها. اطلع احسن تول دي سواء اعمل ريسيرش او اسال حد اكسبرت فيها يقول لك استخدم ده وبلاش تستخدم ده. الخطوه الثالثه، اخد التول دي اقعد احلبها لحد ما ابقى ماسترنج فيها، فبالتالي اعرف اطلع نتيجه قويه جدا 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 منها. اوكي. طيب في تبس مهمه جدا من الحاجات اللي لازم تبقى في اعتباراتنا، وهي ان مفيش حد في العالم النهارده عنده ايديال جايد لاين للاي اي. يعني احنا في جامعاتنا كنا بندخل الجامعه في كاريكولم محطوط بنمشي عليه، بعد ما نخلص الكاريكولم ده المفروض هنبقى اتعلمنا 1 2 3 4. ده علشان لسه ساينس جديد، لسه ما تحطوش كاريكولم، لسه حتى ما تأيفش على كل تخصص. فما فيش حد عنده جايد لاين واضح وصريح يقدر يشتغل بيه، ويقدر يقول لنا بالظبط اعمل 1 2 3 4. وبالتالي الستبس اللي انا قلتها لحضراتكم دي اكتر حاجه تو ذا بوينت واقعيه. حاجه تانية، لازم انا احط لنفسي الورك بلان بتاعتي اللي انا عايز اشتغل عليها. انا هتعلم ايه، انا عايز اشتغل في ايه. ليتس سي مثلا انا دكتور في عياده وريسيرشر وبدي كورسات ومثلا وبشتغل في اي حاجه تانية. انا لازم احدد لنفسي ايه اهم حاجه بالنسبه لي، وابتدي اشتغل عليها ان انا اعمل فيها انتجريشن للاي اي، فابتدي اقلل لي مجهودي هنا، وهكذا وهكذا. فانا بحط ماي اون اي اي ورك بلان. اوكي. معلومه في غايه الاهميه، اي اي تول الفري فيرجن بتاعها ما يجيش 1% من البيد فيرجن. يعني اللي بيستخدم شات جي بي تي الفري لو دفع اشتراك شات جي بي تي وسأله نفس السؤال هيتخض من الإجابة. اوكي. اي حاجه بفلوس مختلفه تماما 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 عن البيد فيرجن في اي موديل. الموديل اللي انا موريه لحضراتكم الكلاس بوينتس اللي انا بدير بيه ده البيد فيرجن بتاعته. الفري فيرجن هتبقى اضعف واضعف بكتير. مهم جدا ان انا ما اروحش راشنج ان انا اشتري كل الاي اي تولز اللي انا بقابلها، او كل الحاجات اللي انا وريتها لحضراتكم. لا، انا لازم اشوف ايه اكتر حاجه هتلمس النيد بتاعتي، وبالتالي ابتدي اشوف ايه احسن تول، وبالتالي اجربها الاول، وزين بقى اقول اه والله ده تمام كده بالنسبه لي. البادجت بتاعتها كام؟ لا تمام، انا لو دفعت لي كل شهر 3 4 5000 جنيه على التول دي ودي 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 هوفر وقت ومجهود وفلوس، فتمام، ده worth it. اوكي. اهم حاجه دايما خلينا نفتكر، احنا مش محتاجين نبقى سوفت وير انجينيرز، مش محتاجين ندرس بايثون، مش محتاجين ندرس داتا اناليسيز، مش محتاجين ندرس هندسه، مش محتاجين نعمل اي الكلام ده خالص. كل اللي احنا محتاجينه ان بعد وجود الريفولوشن بتاعت الاي اي النهارده، انا ابقى عارف ايه هي الرايت تول اللي انا هستخدمها وايه، ويبقى عندي كلير ايديا، وبالتالي اقدر اكسر الدنيا. تمام. اخيرا، ودي البونبونايه اللي في اخر المحاضره، دايما في كل ورك شوب او محاضره بديها سبيشالي القطاع الطبي، دايما بيسالوني سؤال: احنا عايزين نعمل موديل بيعمل، بديله اشعاعات ويحللها لي، بديله صور ويحللها لي،
ده كنت دايما بجاوب الناس: يا جماعه انتوا ليه بتبذلوا مجهود كده؟ ما تشوفوا حاجه جاهزه. النهارده بقى في شركه اسمها توبا اي اي، دي بتعمل حاجه لطيفه جدا. دي اوريدي عندها موديل كمبيوتر فيجن، يعني بيقدر يشوف صور، اشعاعات، وهكذا. حضرتك تقدر باشتراك $500 في الشهر تقدر تاخد موديل، ترفع له الصور بتاعتك، الاشعاعات بتاعتك، الحاجات اللي انت بتعملها، وتبتدي تقول للموديل والله الاشعه دي فيها كذا، الاشعه دي فيها كذا، لحد ما يتعلمها ويبقى عندك يور اون موديل اللي يقدر يعمل 1 2 3 4. تعالوا اوريكم شويه يوز كيسز هم عملوها. عاملين موديل رابطينه بكاميرا يقدر يشوف السمك طالع من البحر فريش ولا بايظ، يقدر يشوف يعد الفاكهه اللي على الشجر. كمان بقى في القطاع الطبي في يوز كيس اتعملت معاهم عشان انا بشتغل معاهم كونسلتنت. مركبين كاميرا في اوضه التعقيم، ومعلمين الموديل الانفكشن بروتوكول، ازاي بيتغسل الايدين، ازاي بتتغسل الطول. والكاميرا دي قاعده بتراقب الممرضه وتشوف هي بتمشي على البروتوكول ولا لا، وتدي ريبورت لمدير العياده ان البنت ما مش ماشيه بالبروتوكول المظبوط، او وقعت في انهي ستيب. اوكي، هم مجرد علمنا الستبس وريناها للموديل مره واثنين وثلاثه. فالنهارده بقى في شركه وظيفتها انها تديك موديل وتشتغل عليه ب $500. مبلغ، ولكن ده عشان كنا نعمله في الماضي كنا بنحتاج نبني سيرفرات ونبني وندفع مئات آلاف الدولارات عشان نعمل حاجة صغيرة. النهاردة بقت بتتعمل، و$500 ده مش رقم بالنسبة للعالم والشغل. الحتة دي بقى بتاعت الدكتور أحمد. شكرا ليك يا دكتورة، وشكرا على البرزنتيشن الجميلة اللي حضرتك قدمتها. استأذنكم طبعا نحاول نسكان الكيو ار كود دوت، علشان بناء على السكان دوت هنقدر ناخد من حضراتكم فيدباك، وهنقدر نبعت لحضراتكم 3 هدايا مهمة جدا. هنقدر نبعت لحضراتكم فري برومبت هيديها لنا دكتور محمود، خاصة بالمجال الهيلث كير، كل الدكاترة يقدروا يشتغلوا عليها. هنقدر ندي 30 دقيقة كونسلتيشنز خاصة بالدكاترة، بحيث لو حد أي دكتور من حضراتكم محتاج كونسلتيشنز خاصة بالبيزنس بتاعه، بالطريقة اللي بيقدر يدير بيها، بالطريقة اللي يقدر يشتغل بيها، نقدر نديها له فري كونسلتيشنز. والحاجة الثالثة ودي الأهم، إن إحنا هنقدر الفترة اللي جاية إن شاء الله هنعمل أوفلاين سيشن، احتمال كبير تبقى في وسط البلد ان شاء الله. هنقدر بقى نشرح فيها التفاصيل ديت، ونقدر نقول فيها التفاصيل ديت، ونقدر نعلم حضراتكم الرود ماب اللي شرحها دكتور محمود من شوية، علشان نقدر نانيبل نفسنا ازاي نقدر نتعامل مع الاي اي، ازاي يعرفنا كويس جدا، ازاي نقدر نتكلم معاه، ازاي نقدر نعمل معاه برومبتنج مظبوط. وبناء على كده هنعرف ناخد منه افضل اوتبوت في الاتصال. محتاج اطمن حضراتكم كده كده السيشن متسجله، كده كده ان شاء الله نرفعها على اليوتيوب. لازم تسكانوا الكيو ار كود دوت، حاولوا ابنوا الفورم، علشان كل اللي هيقدر يملاها باذن الله هنقدر نرسل له ايه الهدايا ديت. من هنا بقى لحد ما كلنا نسكان ونقعد نملى الفورم، استاذنكم هنبتدي نستقبل اسئله حضراتكم. اللي محتاج يسال سؤال يرفع ايده، اللي مش قادر ممكن يكتب على الشات، وانا هبتدي انظم الاسئله واقولها لدكتور محمود. أنا مستعد. كان في كده كام سؤال كده يا دكتور يلا. اتقالوا اثناء ما احنا شغالين، كانوا بيسالوا على ازاي نقدر نتفاعل مع الداتا. هل المودلز ديت او البرامج ديت في منها برامج ممكن نقدر نخرج منها داتا ونعمل عليها اناليسز؟ يس يس. في الجزئيه بتاعت الريسيرش في موديلز مخصوصه بتاخد الداتا بتاعتنا في الاكسل شيتس او الداتابيز، وتقراها وتراجعها وتفصصها وتعمل فول اناليسز، وتكتب لنا كمان الشابتر بتاع الريزلت ان ديتيلز. اوكي. فدي حاجه. في لو احنا بنتكلم ان انا لو بنيت موديل زي اللي انا وريته حضراتكم بتاع توبا اي اي ده نقدر نعمل موديل لينا يطلع لنا داتا على الصوره، ابعت له الصوره دي من اللي انا علمتها له يقول لي والله فيها واحد اتنين تلاته. خدوا بالكم الحاجات دي لسه يعني دكتور احمد لسه ضايفينها الاسبوع ده. يعني قبل ما واحنا بنخطط ما كانش فيه التو تولز الاخرانيين دول. ف... فدي بقت مهمه، وبقت واسعارها اي ثينك ريزونبل جدا. كان حد بيسأل على سعر كايا قد ايه تقريبا؟ كايا ما اعرفش سعره لان هو بيتباع للعياده مباشره، ما بيتباعش للاشخاص. الرقم اللي انا كنت فاكره كان تقريبا $300.
الدكتور بيدفعها مانثلي سبسكريبشن، وعلى حسب اليوزرز اللي بيستخدمها بيتحاسب معاه. هي حسبتهم ان هم بييجوا يعملوا ديل 1 تو 1، يقعد مع دكتور العلاج الطبيعي يقول له: يا باشا انت مركز ولا عياده ولا عندك كام بيشنت في الشهر، بتستخدم كام، عايز كام يوزر، عايز كام ابلكيشن، عايز كام حاجه، ويبتدي يحاسبوا عليها. هاي ايه بقول لك التطبيق الخاص بالعلاج الطبيعي مم. ده احنا كايا. قلناه. اه كايا. مم. آه. دكتور محمد حمود، اتفضل. اتفضل يا دكتور. مساء الخير يا دكتور محمود ودكتور احمد، اهلا متشكر وسهلا جدا بك. على السيشن الجميله جدا دي، انا استفدت منها كتير الحقيقه. دي اهم آه، حاجه عندنا. الله يخليك والله. انا مدرس في كليه الطب جامعه المنصوره. هاي مهتم شويه يعني بانظمه اداره العيادات واداره المستشفيات وكده. فكان عندي استفسار من حضرتك. يس. احنا بنستخدم نظام طبي في جامعه المنصوره بقاله يعني يمكن داخل في 20 سنه دلوقتي، هو اول نظام طبي تقريبا لاداره المستشفيات. عليه مم. داتا ضخمه ضخمه ضخمه، بمعنى ضخمه لان بقاله حوالي 18 سنه شغال، ففي داتا فعلا كبيره جدا. اوكي. فكان عندي استفسار: ايه يس. امكانيه ان انا اربط الاي اي بانظمه زي دي تقدر تساعد انها يعني الداتا بتاعت البيشنت مسجله في زيارات كتير جدا، انها تسمرايز وانها تطلع ديفرنشال دايجنوزس، وكل الحاجات اللي حضرتك وضحتها في سمارت ار اكس دي مثلا ممكن تبقى انتجريتد فيها. ولكن يظل السؤال الاهم: مم. السكيورتي اوف ذا داتا، ان الداتا دي ما تستغلش او انها تبقى يعني تباع، او انها يحصل بريتش السكيورتي بتاعت الداتا دي. اوكي. ده السؤال الازلي في الهيلث كير سيكتور، وهو الداتا سيكيورتي. مشكلتها ان يعني مشكله دايما الداتا بتاعت البيشنتس، الاشعاعات والتحاليل والحاجات دي كلها، لان هي بتبقى داتا خطيره. وكمان لما ابقى عارف اسم البيشنت وعنوانه وسكنه، فانا تقريبا عارف حياته. الحلول دي بتتعمل ازاي؟ انا هقول لحضرتك فكره، وبعدين اقول لحضرتك بالنسبه للسيتويشن بتاع جامعه المنصوره ازاي ممكن يتحل. حاليا دي من الكونسلتيشن اللي احنا عملناها قريب. كان في دكتور عنده داتا مرعبه، بس هو خايف على الداتا دي انها تتسرق. اوكي. فبنقدر نعمل ايه؟ نحط موديل وظيفته ياخد الداتا دي يشفرها. يعني يشيل اسم البيشنت، يشيل بيانات المريض ويديها اكواد، يقول ده البيشنت اسمه محمد نسميه اكس. تمام. ويشفر البيانات دي، وبعدين يبعتها للموديل اللي يذاكرها ويقراها. بعد كده الموديل بعد ما يذاكرها ويقراها يبعتها تاني لموديل التشفير يفكها ويقول لحضرتك محمد عنده واحد اتنين تلاته وهكذا. ده حل من الحلول. اوكي. وهو ان احنا بنحط في النص عسكري، وظيفته انه ياخد الداتا يتاكد انها تمام، يبعتها للموديل يخلص القرايه والمذاكره بتاعتها ويدي حضرتك الريزل ويفكها. تمام. ده اول حل. الحل التاني ان انا دي الينك. بعد اذنك، دي اسمها داتا ماسكينج عشان بس الناس تبقى عارفه. مم. المودلز ديت اسمها داتا ماسكينج. اوكي. كمل. طب دي اول خطوه. الخطوه الثانيه، لا انا بقى انا قلقان اصلا من الفيلم ده، فانا بعمل ايه؟ بعمل الموديل عندي انا حاجه اسمها اون بريم في مكاني. فمثلا احنا في جامعه المنصوره جامعه كبيره عريقه عندها داتا مرعبه، فانا ليه ما اعملش انا موديل الينكو بالسوفت وير اللي بيدير الحاجات دي كلها، والموديل ده يبقى محطوط في الكمبيوتر اللي في الجامعه، ملوش علاقه باي حد، ودي اسمها اوبن سورس موديلز. اوكي. انا بجيبها ادربها على الحاجه اللي انا عايزها، وبالتالي هتاخد الداتا بتاعتي في مكانها وتسيبها في مكانها وتطلع لي نتيجتها في مكانها. اتمنى ان أنا اكون جاوبت الاجابه بشكل عملي. وده موجود يا دكتور محمد ومتطبق قبل كده، انك يبقى في عند حضرتك بلاتفورم ممكن تحط عند حضرتك تنيبله جوه السيرفرات بتاعت حضراتكم، وتلينك بكل الداتا اللي موجوده ونقدر نحللها، والموديل ده او بلاتفورم دوت ما بيطلعش بره الانترنت، فانت ضامن الداتا بتاعت حضرتك. بالظبط. الدكتور. دكتور محمد متولي. تمام. مساء الخير عليكم جميعا، وبشكركم أهلا. طبعا على المحاضرة الجميلة. استفدنا شكرا. طبعا كتير. شكرا جدا يا دكتور. أهلا بيك. أنا كنت بسأل السؤال اللي حضرتك قلت إن هو بيتسأل كتير، بس حضرتك اكشلي ما جاوبتناش عليه، قول لي. اللي هو how to build a specific bot إن أنا أقدر أغذيه بمعلومات. يعني مثلا أنا أستاذ مسالك بولية في الجامعة، مم. فانا محتاج مثلا، انا مجرد على فكره ده برين ستورمنج، يعني انا بيجي في دماغي افكار ان انا اعمل كده، ان انا تمام. اغذيه بالتكست بوكس بالبيبرز بالحاجات دي، بحيث ان مم. انا لما اجي ارجع له في معلومه اقدر ان انا اوصل لها اسرع.
اوكي. او ان انا اغذيه باشعاعات، او ان انا اغذيه بصور مناظير عمليات، او بهذا الموضوع. حضرتك استبدلت الموضوع بالتول اللي حضرتك قلت عليها، الشركه اللي هي بتعمل اند تو اند وبتدفع لها اشتراك $500 شهريا. فليه بتعمل حضرتك موديل. فضلت ليه ايه؟ ده بيعمل موديل، يعني انا بعمل انا بخترع اي اي بتاعي، دي ايوه حاجه ودي مظبوط، حاجه. انا ده اللي انا عايز اعمله. انا عايز اجيب اي مم. اي فاضي اغذيه مم. بمعلومات، مم. ويرجع يرد لي المعلومات دي لما ان انا اي نيد تو ريكول يعني. بيرفكت، هو هل ده الفكره. الكلام ده مكلف ولا لا، واقدر اعمله ولا لا؟ شكرا جزيلا على الاطاله، اسف لا على الاطاله. خالص. طيب دكتور محمد، ده سؤال تو ذا بوينت زي ما قلت لحضرتك، ده السؤال الكومن بتاع كل سيشن. هل اقدر اعمل موديل؟ يس فور شور. قبل كده كان مكلف بشكل هستيري، كان ما بيقلش عن عشرات الاف الدولارات. النهارده بتول زي توبا دي تقدر تبنيه ب $500 في الشهر. طيب ازاي بنعمل الكلام ده؟ حضرتك بتجهز الداتا بتاعتنا اللي احنا عايزين نعملها. فليتس سي مثلا حضرتك عايز الموديل بتاعنا اديله اشعاعات وتحاليل، ويديني diagnosis وديفرنشال diagnosis وريكوايرمنتس لللاب والراديولوجي لنفترض. اوكي. فحضرتك بتعمل ايه ببساطه؟ بتجمع مثلا عندي 1000 بيشنت، معايا 1000 اشعه ليهم و1000 تحليل ليهم و1000 ريبورت ليهم. بروح رافعه على طوبه وابتدي افهم طوبه الاكس راي اللي انت شايفها دي، العيان ده سليم بس عنده 1 2 3 4. الصوره اللي بعدها العين ده عنده 1 2 3 4. الصوره اللي بعدها العين عنده 1 2 3 4. بعد ما حضرتك تخلص الداتا دي بقى عند حضرتك موديل كاستمايزبل بتاعك، بيفهم التريتمنت اللي حضرتك عملته ويقدر يدايجنوز زي ما حضرتك علمته. ده ماي اون. تمام. كويس. انا اقدر اعمل الكلام ده بعيدا عن معلش الاسم اسمها توبا. توبا توبا. اي اي. اه توبا تي اي اي. يو. هل تو. انا اقدر اعمل الكلام ده من غير ان انا ادفع اشتراك شهري كذا تو لا بيلد ماي مستحيل. اون بتاعي؟ انا ما ينفعش. لا ما ينفعش. اوكي. طيب هقول بقى لحضرتك حل بلدي. انا عايز اشتغل انا النهارده من غير ما اقعد افلم الافلام دي كلها. انا حضرتك احب هتشتغل. البلدي جدا. ايوه بالظبط. احنا مش هنروح ندفع الهبل ده كله. طيب حضرتك هتعمل ايه؟ هتخش على شات جي بي تي، هتشترك وتدفع فلوس، تمام. وهتبتدي تعرفه ان حضرتك عندك كاركتر، وهي كاركتر الدكتور المتخصص في التخصص الفلاني. وهتنزل 3 4 5 تكست بوكس من الحاجات المهمة جدا واللي حضرتك بتعتمد عليها، او هتاخد جايد معين. اوكي. وهترفعهم لشات جي بي تي بتاع حضرتك وتقول له ذاكر دول كويس. دي كده اول خطوة. تاني حاجة، حضرتك لنفس شات جي بي تي بتاع حضرتك هتبعت له الصور والاشعاعات وتبتدي تعلمه. اوكي. بقى شات جي بي تي بتاع حضرتك لو سألته هيجاوبك كأنه موديل اتعمل. دي فكره كويسه جدا، وهو ده اللي انا كنت بسأل عليه. بس ده ب $20 في الشهر. اه. اوكي. بالظبط. فده حل بس مش حل بروفيشنال، يعني مش حل مؤسسي، ده حل فردي. مهم. مم. شكرا جزيلا يا دكتور مرسي. تحت امر حضرتك يا دكتور. تحت امرك يا دكتور. في بردك سؤال بيقول: بعد المحاضرة بسمع الطلاب كتبوا كل ما تم حدث في المحاضرة، هل يوجد برنامج خاص بالموضوع دوت؟ الدكتور احمد محضر لكم معاه كده نوت تيكر. هتلاقوا كده في نوت تيكر حاضر معانا في المحاضره، بيكتب كل حاجه ورانا وبيدينا سامري لكل حاجه. اه طبعا، في طبعا حاجات، في تولز كتيرة تقدر تعمل كده. يعني احنا كده على زوم او على تيمز بيبقى في عندنا تول بتبقى نازلة بيلت ان جوه التول، بتسمع الكلام اللي احنا بنقوله، بتقدر تكتبه. طب انا حضرت ميتنج والميتنج دوت انا محتاج اسجله اوف لاين، ممكن بمنتهى مم. البساطه طبعا بعد ما استاذن الناس اسجل الميتنج دوت على الموبايل، واخد الفويس بتاعي مم. واقدر اطلعه على موديل زي اي اي ستوديو، وبناء عليه يقدر يفرغ لي الملف الصوت دوت كل اللي اتقال بالظبط جوه الكونفرزيشنز بتاعتنا او جوه الميتنج بتاعنا. ومنها بعد ما يفرغها انا حولت التكست الفويس تو تكست، وممكن تكست اخليه بعد كده اقدر احطه في شات جديد واخليه يقدر يعمل لي منه minutes اوف ميتنج او سامرايزنج للشغل بتاعي. كان حد بيتكلم على البلاجيريزم. هل اوكي. ساي سبيس ممكن تفاصيل اكتر عن البلاجيريزم جوه ساي سبيس؟ اوكي. ساي سبيس نفسه في حته اسمها بلاجيريزم ديتكشن تول. حضرتك بتاخد الكتابه ترميها فيه تتشيك البلاجيريزم وتعمل له بارافريزنج اوتوماتيكلي بالاي اي، يعني هيقول لك الحته دي فيها بلاجيريزم اكس فهو يعملها لك. كمان بقى الحاجه الليفل الجديد اللي هيدخل في الريسيرش الفتره دي وهو الاي اي ديتكشن. في ناس كتير بقت بتعمل ابحاث بالاي اي،
فالجورنالز بقت محدده برسنتج زي البلاجيريزم كده، البرسنتج الاكسبتد بقى في برسنتج اكسبتد ان الاي اي يبقى كاتب مع حضرتك. تقريبا على حسب ما انا عرفت كانت من حاجه و20 ل 30% ان البيبر او الريسيرش بتاعنا يبقى مكتوب بالاي اي. في سايس بيس في حاجه اسمها اي اي ديتكتور. حضرتك بعد ما بتخلص الريسيرش بتاعك بتاخد الكتابه دي ترميها له ويقول لك برسنت الاي اي اللي مكتوبه في هذا الريسيرش. استاذ محمد، دكتور محمد متولي، اتفضل. عشان انا اسف، سؤال لا لا لا، تاني. اتفضل، لا فيل اتفضل. فري، حقكم احنا عليا، بتوعكم. حقكم يا باشا عليا. براحتك، مفيش الا غيرك بيرفع ايده، اتفضل. معاك يا ايوه، ريس. انا ايدي وجعتني يا باشا، ايدي يا وجعتني. باشا. طيب، في سؤال تاني دلوقتي. انا يس. لو حابب ان انا ادرس الاي اي ان بروفيشنال واي اقوى من كده، ما بقاش انا يعني كونسيومر بس، مم. هل do you recommend specific courses او specific place؟ انا سمعت حضرتك وانت بتتكلم ان حضرتك بتقول هتعملوا courses and diplomas and meanwhile مم. لحد ما حضراتكم تبتدوا to generate حاجه زي كده. هل في حتت في مصر نقدر ان احنا to communicate with ان احنا ناخد courses او ان احنا نتعلم حاجه زي كده، احنا او حاجه جاهزين. حتى اونلاين احسن؟ انا مش عارف يعني. هو ده طيب سؤالي يعني. ده سؤال مهم جدا، وفي الهيلث كير سيكتور ده مظلوم. هو مبدئيا الجزء بتاعنا احنا جاهزين بيه اوريدي، يعني احنا مش لسه بنجنريتد، واحنا قدمنا الورك شوبس دي. يعني انا قدمتها في جامعه القاهره بتاعه الريسيرش، قدمنا مرتين في جامعه القاهره. ومعانا اساتذه افاضل موجودين معانا دلوقتي في المحاضره دي، فيقدروا يقولوا لنا كمان الفيدباك بتاعهم. قدمت في جامعه القاهره وفي جامعه الاهرام الكنديه الورك شوب الكامله بتاعه الريسيرش. فاحنا ككونتنت احنا جاهزين في الحته بتاعه الاستخدام ده. السؤال اللي حضرتك سالته، انا النهارده لو عايز اتعلم الاي اي ان بروفيشنال ماتر، فالسؤال بيجي هنا، انا عايز اتعلمه كسوفت وير انجينير ولا كدكتور يوزر؟ ده السؤال الاهم، دكتور ده اللي كنت. طبعا. لا لا لا، ايوه. انا عايز ابقى يعني افهم اكتر، تو بي سبيشالايز اكتر في الاي اي ان هيلث كير، لان هو ده جزئيه. انا هنرجع تاني، انا ايه اللي دخلني النهارده؟ امم. هو ده اللي دخلني النهارده ان انتوا بتتكلموا على اي اي ان هيلث كير، حلو قوي. which is a point انا شايفها ناقصه جدا، مش موجوده اصلا. انترناشونال مش ناشونالي برضو. انترناشونال طبعا، 100%. بالظبط. اه. 100%. هقول لحضرتك، ده الباث اللي انا اخدته السنتين او الثلاثه اللي فاتوا، اللي هو ايه، انا مش هروح اتعلم ديفلوبينج، مش هتعلم كودينج، مش هروح ابقى مهندس. انا هخش اشوف انا ممكن استخدم الاي اي ازاي، اعمل بيه ايه، اطلع بيه نتائج ازاي، ايه الحاجات اللي اشتغل عليها. فالورك شوب اللي انا عاملها دي عاملها ماي اون بيرسونال اكسبيرينس تو ذا بوينت. انا عايز اتعلم ريسيرش اعمله بالاي اي ازاي، امشي بالستيب دي، هطلع الفكره كذا، هكتب كذا، هعمل statistics كذا، هوصل للكتابه النهائيه، هراجع، هسلم البيبر، الحمد لله على السلامه. اوكي. فدي مثلا في الريسيرش. في البراكتس نفس النظام، عامل ورك فلو كامل، وحضرتك بتخش تحضر معانا الورك شوب وتبتدي تأيفه على حسب الورك شوب بتاعي، على حسب الورك فلو بتاع عيادتي، او على حسب التخصص بتاعي. اوكي. فدي الحاجه التانيه. الكورسات اللي موجوده النهارده في الماركت اونلاين او اوفلاين كلها بتتكلم عن ايه؟ الجنرال انفورميشن عن الاي اي، زي البيسكس اللي هو ترمينولوجي، مصطلحات، اندرستاندنج يعني ايه اي، يعني ايه موديل، يعني ايه ايجنت. كل الكورسات اللي في السوق بتتكلم في البوينت دي اكزاكتلي. انما ما فيش حاجه ليها علاقه بالهيلث كير غير اللي حضرتك ناوي تو بالظبط. جنريت ان شاء الله، او يعني تو ببلش يعني باذن الله قريب. بالظبط. وهي الفيدباك، الكيو ار كود اللي احنا حاطينه دلوقتي على السكرين، هدفه ان احنا نشوف مين احنا هي الناس كل الحكايه يا الانترستد. دكتور، هي كل الحكايه يا دكتور، اسبوعين اسبوعين. دكتور احمد صوتك بيقطع. اسبوعين وايه اللي حصل يا باشا؟ اه الدكتور احمد صوته قطع. طيب لا انا هقول اسبوعين لحضرتك. وهنران الكورس ان شاء الله، الورك شوب ديت That's هنقدر right. نشتغل. Perfect. وثرو ذس فيدباك كيو ار كود اقدر اسجل بياناتي وتبعتوا لي بقى لما الكورس يبدا يشتغل، صح كده؟ بالظبط. بالظبط. هل حضرتك بتفضل الاوفلاين ولا الاونلاين؟ اوف لاين دو يو مين ريكوردد يعني، ولا مين لا، فيزيكال؟ اوفلاين معناها احنا بنبقى في مكان، بنفتح لابتوباتنا مع بعض، بنشتغل 1 تو 1 فيس تو فيس. قصدي حضرتك فيزيكال اتندنس يعني يس. نتقابل؟ يس. والله يعني depends on the time بقى، السبير تايم بتاعنا مش طبعا طبعا الفيزيكال لا يعلى عليه يعني. بالظبط، بس هي هو دي النقطة. طبعا طبعا 100%. بالظبط. طيب حلو هايل. في عندنا سؤال يا دكتوره،
بيتكلم في هل ايه افضل اداة او تول للطب الباطني. اوكي. ده سؤال جنرال، زي ايه احسن عربيه؟ مفيش مم. احسن عربيه. انا عايز اس يو في ولا سيدان، بنزين ولا كهرباء، غاليه ولا رخيصه. لازم ابقى كلير. انا عايز تول تعمل لي ايه في الطب الباطني؟ هل هي هتكشف على العيان، ولا تقرا التحاليل، ولا تديني كونكلوجن، ولا لازم ابقى كلير؟ مهم. فالسؤال نعدله. والله لو انا عايز تول اديله التحاليل والاشعاعات بتاعت المريض، ويقول لي والله العيان ده تقريبا عنده واحد اتنين تلاته، ممكن نستخدمها في شات جي بي تي عادي. أيوة. في سؤال تاني بيتكلم عن ساينس بيس، ممكن يلخص الابحاث المختاره والدفاتر. ممكن يلخص اي ابحاث ويدي لحضرتك السمرايزنج بتاعها شكلها عامل ازاي، ويقدر يقارن ما بينهم. بالظبط. طب بيقول لك في حد ادنى علشان نقدر ندرب البيانات على اي نموذج؟ بيتهيألي ما بتقلش عن 1000، مهم. أيوة. عشان نبتدي الموديل يبقى فاهم احنا بنتكلم في ايه. والافكار بقى unlimited. يعني زي ما قلت لحضرتك، في حد عمل فكره حط كاميرا عشان يشوف التعقيم، في حد حط فكره علشان حط كاميرا عشان يشوف السمك اللي طالع من البحر فريش ولا بايت. فكره بمليون جنيه يعني. بس هو فكرته ايه؟ راح جاب موديل، دربه، عمله، شغله، راح باعه، ربطه بكاميرا المراقبه، والحمد لله على السلامه. في سؤال بيقول لو انا عايز اعمل برنامج يدرس صوره الشبكات العين مثلا، كم صوره لازم اديها في الحاله الواحده حتى يقدر يحللها، وكم بيستهلك وقت؟ آه، بيستهلك وقت. دي على حسب وقتي انا ومجهودي وشطارتي. يعني انا النهارده ليتس سي انا استخدم الموديل بتاع طوبه. اوكي. فانا اقدر ادخل كام كيس في اليوم؟ والله انا بعرف ادخل 100 حاله في اليوم. يبقى انا اقدر اخلص ال1000 المينيمم، 1000 او 2000 او وات ايفر بقى الرقم اللي هنتكلم فيه، نقدر نخلصه في 6 شهور مثلا. اقدر. يبقى هي الحسبه بتتحسب بالطريقه دي. معلش أحكي. اتفضلي. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. شكرا، أنا آسفة على حضرتك صاحبة المقاطعة. السؤال نعم. الموديل. اوكي. نعم. اتفضلي. مم. أنا طبيبة عيون، فمهتمة شوي في موضوع الصور وصور الشبكية. بيرفكت. فهل أنا مثلا يعني خلينا نقول صور الشبكية، بدي مم. أنا مثلا حالات معينة، مثلا شبكية السكري، كم اوكي. حالة بدي إياه يتدرب عليها مثلا لنوع معين أو لمرض معين من الصور، مم. حتى يقدر يتقنها؟ يعني كم اوكي. مثلا حالة شبكية سكري، كم حالة شبكية تقدم في العمر، انه حتى التقدم العمري للشبكية، كم حالة بدي ادربه مثلا للمرض الواحد حتى مم. يقدر تو ديتكت، يصير اوكي. عنده ماشين ليرنينج. اوكي هايل قوي. كويس إن حضرتك عارف الماشين ليرنينج. احنا عندنا الماشين ليرنينج في كذا طريقه: سوبرفايزد وان سوبرفايزد ورينفورسد. يعني ايه؟ انا ممكن اخد الصور دي ابعتها للموديل واقول له اتعلمها مع نفسك. دي ان سوبرفايزد. اوكي. فده اللي بيحصل ايه؟ ان الموديل بيبتدي يشوف الصور ويقارنها ويعمل باترن مع نفسه. ده الكواليتي بتاعته قليله، بس سريع جدا في التعليم. لا انا بقى عايز حاجه فيري اكيوريت. فانا هعمل ايه؟ انا هقول له الصوره الفلانيه، المريض ده عنده واحد اتنين تلاته، عنده انفصال في الشبكيه بالشكل الفلاني، عنده امراض واحد اتنين تلاته، سنه واحد اتنين تلاته. لو شفتها مره تانية تبقى عارف ان ده واحد اتنين تلاته. ده مجهود اكتر، كواليتي اعلى، صور اقل. واضح يا دكتور؟ يس، شكرا جزيلا، طيب يعطيك العافية. في حته بقى اكسترا اللي هي الرينفورسد، اللي هو ايه؟ لما يعمل يجاوب صح حضرتك تديله هديه، تقول له برافو. فخلاص يبقى هو بيجمع دي في حاجه في النص ما بين الانسوبرفايزد وما بين السوبرفايزد. تمام، شكرا، يعطيك ألف عافية. تحت امرك. وشكرا إنكم بعتوا لي، أنا من الأردن، فأنا مبسوطة إني أنا كنت معاكم اليوم. اتشرفت، وان شرفتني شاء الله يا ونورتني. فندم، وان شاء الله يعني ممكن مرة تانية اجيب لكم بردك دكتورة في العيون تدي سيشنز بردك وصلنا فين في طب العيون. هي بردك من ضمن الزملاء اللي معانا اللي بردك ليها باع في الجزء دوت. وهتتفاجئوا من التكنولوجي والاي اي وصل ازاي فين في طب العيون تحديدا. بالظبط. فتابع معانا يا دكتورة، وان شاء الله هتلاقي في حاجات كويسة كتير. يا باشا، دكتور. تخصص المسالك البوليه متغطي عندكم ولا محتاجين زي كده؟
تعالى يا باشا خد معانا كورس ونشتغلها مع بعض. ايوه، بالظبط. انا هاخد الكورس وتعينوني على طول. اه تعالى يا على طول. باشا. يا باشا يلا بصوا الموضوع، والله المجال مفتوح، هي بس الفكره المجال فاضي. كلها احنا بنحتاج ناس فعلا اكسبرت ونفسها تتعلم التكنولوجي علشان نعرف نساعدها. لذلك حتى احنا حاطين ان في 30 دقيقه هنديها فري كونسلتيشن. كونسلتيشنز. ليه؟ علشان نقدر نساعد في جميع الاقسام وجميع الديبارتمنتس بتاعت الطب، او في عموم بقى البيزنس. نعرف نساعد الناس ونفهم كل ما نلاقي يوز كيس اكتر، لان احيانا كتيره يعني مثلا دكتور محمود في مجال الاسنان الموضوع صعب وفيه تفاصيل كتيره وفي حاجات كتير من اللي شافها لو جينا نطبقها في اقسام تانية هتلاقي الموضوع اسهل. هتلاقي الموضوع مش كومبليكيتد بالطريقه اللي هو شافها في حته طب الاسنان مثلا او طب العلاج الطبيعي. فبالتالي في حاجات كتيره من اللي احنا اتعلمناها نقدر نطبقها في اقسام تانية كتير مع شويه موديفيكيشنز، وهتلاقي النتائج طالعه رائعه. وان ده شاء حقيقي. الله ان شاء الله باذن الله هنديكم مفاجاه يا في الاوفلاين يا في الاونلاين ان شاء الله ميتنج اللي جاي، ان احنا هنوريكم، وديت شغالين عليها لسه الصراحه بس هتخرج النور قريب، في موديل واحد حبيبنا كده برضك شغال في الطب معانا بيدربه على سيرفر عنده بحيث يقدر يديله من الداتابيز اللي عنده، ونقدر يبقى حاجه موجوده بقى لوكالي جوه مصر نعرف نشتغل عليها ونقدر نستفاد من الاكسبيرينس اللي هو عملها. بس دي لسه الصراحه موجوده في البايب لاين، تخرج على خير ان شاء الله ونبتدي باذن الله نتكلم عليها سوا باذن الله. دكتور محمد حموده. معلش يا دكتور محمود، دكتور احمد، عندي اتفضل. سؤال تاني بخصوص موضوع الماشين ليرنينج في موضوع الصور. ليه حتى الان الموضوع ده ما زال يعني متاخر شويه في موضوع الاشعه؟ يعني اعتقد مجرد ما سمعنا عن الشات جي بي تي يعني موضوع الاي اي ده من 3 4 سنين، توقعنا ان الاشعه هيحصل فيها ريفوليوشن سريع جدا، ان العين يقوم من على السي تي ماشين او الام ار اي، ان تلاقي سيمنز وفيليبس اللي هي الشركات العملاقه دي العين ياخد الريبورت وهو ماشي على طول. ليه حتى الان ده ما حصلش؟ وليه ما فيش حتى الان موديلز انترناشونال واضحه قويه جدا في الاشعه، الواحد يرفع له سيت سكان او حاجه معينه يقدر يقراه؟ يعني انا اعتقد احنا بقالنا 3 او 4 سنين في مصر يعني بدانا نستخدم الاي اي احنا كناس متاخره يعني، لكن حتى الان ما فيش حاجه واضحه في الموضوع ده. اوكي. طيب تسمح لي يا دكتورة أضيف لمعلومات حضرتك إن أول مجال ال AI اقتحمه بشدة وبعنف هو مجال الأشعة. تمام، حضرتك اعمل سيرش كده على موديل اسمه اي بي ام واتسون، ده معمول من التسعينات. اي بي ام عامله موديل مرعب بتاع اشعه فقط لا غير. بياخد الاشعه وبياخد البريسكريبشن بتاع الحاله وبيعمل لحضرتك دايجنوزز وبيعلم على التيومرز وبيقول لك ابعادها وبيقول لك تعملها انسجن منين. تمام. وده من اليوز كيسز الموجوده، بس انا يعني مش هلحق احط كل اليوز كيسز النهارده، يعني اليوم هيبقى ما بيخلصش. بس الراديولوجي من اكتر التخصصات اللي الاي اي خدها وسرح. وانا وريت حضرتك مثال كمان في الاسنان عندنا، مجرد ما بحط له البانوراما هو بيقرا البانوراما ان ديتيلز ويعلمني على كل المشاكل، فدي بقت حاجه جاهزه. الاشعه الجانبيه اللي هي اسمها لاترال ساف اوتوماتيكلي يحدد الزوايا. فالراديولوجي من الحاجات اللي واخده فيها اكشن. احنا بقى المشكله ان احنا ما بيبقاش عندنا اليوز كيس، مش عارفين ان في حاجه اسمها كده، مش عارفين ان في حاجه متاحه. فبيبقى شغلانتنا ان احنا يا ندور يا نسال يا نبني. تمام، فهمت حضرتك. بس هل ده مثلا حد بيشتغل بيه في مصر ولا ده يعني من بره اكتر؟ السؤال ده بقى ما اقدرش اجاوبه لان انا ما عنديش معلومه عن كل الناس اللي في مصر بتشتغل بايه. تمام. بس زي ما قلت لحضرتك انا في الاسنان انا بوري حضرتك موديلز حقيقيه في عيادتي. يعني ما فيش. تمام، اشكرك. تحت امرك تحت امرك. دكتور محمد سامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي عليكم حضرتك؟ السلام اهلا عليكم وسهلا السلام بحضرتك. ورحمه الله وبركاته. يعني أنا الحمد لله بدأ إن أنا بعرف أستخدم شوية AI. اوكي. كل اللي أنا علموني AI قالوا لي لا ده AI مش موجود في المجال الطبي غير ما أنا ما أنا اتصدمت النهاردة الصراحة. لا لا، هو احنا قالوا كمان لي لو اليوم ده مفتوح اوري حضرتك يوز كيسز اكتر من دي مليار مره. ده قالوا لي داخل بحرج ومش بقوة ولا لا لا ولازم لا إحنا لسه موجودين. ف... فركنت الصراحة. لا يا باشا تعالى عندنا هتلاقي كل حاجه موجوده. مش الكلام ده يا دكتور. انا كل مجال ممكن اوري حضرتك مليون يوز كيس. لا ما انا شفت النهارده ما شاء الله يعني الطعم اللي حضرتك كلمته لنا في كام حاجه دليل ان وراه بحر. انا سؤالي واتجاهي الصراحه في مجال تاني في المجال الطبي وهو التامين
شركات التامين الطبي. طيب بص بقى يا دكتور، انا لسه بقول لدكتور احمد النهارده واحنا بنتشيك الاودينس، فلقيت ان حد كاتب في موضوع الانشورنس، حضرتك في نيكست كير اي ثينك، صح؟ بالظبط. بالظبط، انا قلت له في تول لو هو سالني عليها هوريها له. اوكي. اه انا عندي قسم دلوقتي بيتم انشاؤه في الشركه، هيقوم اوكي، على الاي اي والاي اي موديلنج السنه الجايه. انا داخل فيه بقوه، عايز اخش حلو فيه قوي. بقوه، عايزك بص تديني بوش قويه، وعايزك تديني ريتويتس قويه. حط ريت في دماغك. طيب بص يا دكتور محمد، دلوقتي الحته بتاعت الانشورنس دي من اكتر الحاجات اللي بتحتاج مانجمنت مرعب، وخناقات وكليمز وموافقات وفيلم يعني ملوش اول من اخر. بتاعت في تول. النووي، بتاع النووي الصبح في الشركه عندنا. لا لا، صعبه جدا اه صعبه جدا. اه انا هوري حضرتك، معلش لو تسمح لي يا دكتور احمد اوريها للدكتور. اتفضل يا دكتور. طيب انا هوري حضرتك، يعني دي انا ما كنتش عايز اعرضها غير لو اتسالت بس. تمام، انا هوري حضرتك سريعا اليوز كيس دي، عشان دي مهمه قوي قوي قوي. بص حضرتك، دي هي موجوده في مجال الاسنان علشان الانشورنس بس، والناس دول انا قابلتهم في مؤتمر في المانيا، وقعدت اتكلمت مع الاونر، هم عملوا ازاي الفكره دي. اوكي، فيعني الكلام تو ذا بوينت، هوري حضرتك هم عاملين ايه بالظبط. دي شغال دلوقتي. شغلت حاجه يا دكتور ولا لسه؟ Dental insurance companies مش start مش manually شايفين reviewing حاجه يا دكتور claims. محمود. مش Not much شايفين؟ has changed. لا. More بجد؟ اه. طيب حتى تقفل الشير وتشغله تاني. طيب اقفل الشير خالص، اشغل ثانية واحدة. لا عشان دي مهمه قوي. اوكي كده تمام يا جماعه. اه تمام زي الفل. 1960, dental insurance companies start manually reviewing claims. Not much has changed. More than 60 years later, reviewing claims is still costly, inefficient, and inconsistent. The problem is that this manual process handles every claim the same way. You end up spending too much energy on routine claims, taking time away from complex cases that need attention. But it doesn't have to be that way. Meet Overjet's insurance intelligence platform, the most powerful AI built for dental insurance. Overjet's AI analyzes all incoming claims based on your unique plan guidelines. The platform intelligently reviews x rays and narratives using machine learning models trained on millions of claims. When a claim meets your criteria for medical necessity, Overjet approves it automatically. And when a claim needs clinical review, it's routed to the dental consultant via Overjet Connect. This AI-powered marketplace intelligently connects you with independent, licensed reviewers based on their state and specialty. Using Overjet's analysis, they make fast and compliant decisions for you. The insurance intelligence platform is the ultimate force multiplier. It lets reviewers enhance low-quality images, inspect the most important areas, and use AI-generated findings to measure pathologies with precision. Overjet outlines pulp, enamel, decay, fillings, and more, turning guesswork into a science. That's the new standard of utilization review. Imagine a review that's 5 times faster, with a 60% improvement in the consistency of benefit decisions. So you can spend 90% of your time on clinical work, not administrative work. It's how Overjet has delivered 8 times ROI within the first year for leading insurance companies. Partner with Overjet to shape the future of dentistry with the power of AI. ايه رايك يا دكتوره؟
الكليمز دي يعني كمبيوترايز، مش ورقيه. لا 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 لا، ورقيه عادي بتتصور. ورقيه. ايوه كمبيوتر فيجن يا ريس. ما احنا هنقفل الشركه. انا لو الاي اي ده جالي الشركه ده يقفلها. ده هيقفلها هيسرح صح. موظفين. ده 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 حقيقي. هيسرح فوق 100 موظف. طبعا. هنشوف لهم شغلانه تانية بقى. يعني ببساطه اللي بيحصل ايه، هقول لحضرتك اوفر جيت دول عشان انا قعدت معاهم واتكلمت معاهم وفهمت البيزنس موديل بتاعهم. هم عاملين فكره لطيفه قوي، ان الدكتور العيان بيجي له بالانشورنس تبع شركه اكس، خلاص، فالدكتور بيعمل له الاشعه وبيعمل له الكليم وبيتبعت على اوفر جيت، فاوفر جيت بتتشيك الاشعه وتحدد المشاكل وتعمل الكليم وتدي له ابروفل، وبعد ما تدي له ابروفل بتحجز ميعاد للمريض اوتوماتيكلي في الكالندر بتاع الدكتور. فالدكتور بيفتح الكالندر بتاعه ويشوف العيانين اللي مرصوصين وعارف عندهم ايه وكل حاجه، والابروفل متاخد والفلوس اتبعتت وكل حاجه تمام. خلصنا من الهاسل ده. الحاجات اللي بتحتاج كلينيكال ريفيو بتتقسم، يعني هو زي ما قلت لحضرتك هو عمل فانل، في حاجات ابروفد على طول، دي ايمرجنسي او كلير قوي او دي خلاص دي ابروفد على طول اوتوماتيكلي ويتحدد ميعاد للعيان اوتوماتيك. لا في حاجات تانية هتتبعت للدكتور يبص عليها ويدي عليها ابروف ولا لا. في حاجات تانية هتريجكتد لان هي دي اوت اوف سكوب. بس كده. لا حرفيا اللي حضرتك بتتكلم فيه ده هو يغير خالص غير في اندستري الحته دي. كامل، كل الاندستري اه دي هتتغربل. يعني حقيقي مظبوط. طيب انا ليا سؤال تاني. مم. في اقسام شركات التامين، هو مش بيبقى موجود شركات التامين بس الوظيفيه، كمان شركات التامين العامه، البنوك، اسمه فرود اناليسيس. اسمه ايه؟ فرود اللي هو حالات النصب. فرود. الفرود اه اناليسيس. فرود اه برضه اي اي استخداماته في حالات زي فرود كده. دي من اوائل، يعني من اوائل القطاعات اللي استخدمت الاي اي من سنين طويله، هي قطاعات الفاينانشالز، البنوك، الانشورنس كومبانيز، الكلام ده كله. يعني البنك لو حضرتك ضربت الكريدت كارد رقم غريب او من مكان غريب او من لوكيشن غريب، اوتوماتيكلي في اي موديل بيعرف إن في حد بيسرقك، فبيقفل الكريدت كارد. بيعرفها ازاي؟ عشان هو عنده معلومة ان حضرتك بتشتري من اماكن معينة او ساكن في اماكن معينة وما بتعملش العمليات دي. بالظبط. يعني معنى كده ان انا عندي مثلا شركه التامين اقدر اعمل موديل ادخل عليه البيشنت مثلا والمستشفيات والصيدليات، وبحيث هو يعرف ان محمد وحسين واحمد هم ساكنين في مدينه نصر، فاخرهم هيروحوا مثلا مستشفى حسبه، هيروحوا صيدليه العزبي، لما مره واحده الاقيه بقى مثلا في طنطا آه. ماشي تعدي، انما ثاني يوم في الاقصر، ثالث يوم في اسكندريه، في برضه هبقى مدخل عنوان الراجل ده او الراجل ده بيشتغل فين. تتظبط يا دكتور، تتظبط في موديلز بقى تبتدي تتعامل مع الداتا على العموم. فدي برضك موجودة، وموجود بلاتفورمز الداتا ممكن اناليسيس. موجودة هنا في مصر كمان، ممكن تشتغل عليها اكوردنج تو الورك فلو بتاع حضرتك بالظبط. والكرايتيريا اللي انت عايز تعملها. طالما الموضوع بتتكلم في داتا، ايا ما هيكون الداتا ديت ايه، نعرف نشتغل عليها وطلع لك افضل ريزلت موجودة يعني حضرتك لازم وطبقناها تحدد انا كتير، محتاج ايه. وخصوصا في الفاينانشالز، وعاملين سكسس الفاينانشالز ستوري دول، فيها. البنوك دي واخده الموضوع ده من زمان. وعاملين فيها سكسس ستوري هايله يعني. اه انا متشكر جدا لحضرتك. تحت امر العفو، حضرتك يا دكتور. العفو يا فندم، العفو. دكتورة هدية. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمه الله وبركاته. شكرا لمجهودكم الكبير قوي. شكرا دكتور. انا دلوقتي انا في مجال البيزنس يعني. هايل. فانا عندي من ضمن الموضوعات موضوع المراجعه. فلما جاء ادخل الاي اي في برنامج اعمل استخدام يعني في عمليه المراجعه، المفروض هيعتمد الامر انهي اي اي هستخدمه، لان الاي اي هيكتب لي البروجرام بتاع المراجعه ويدي لي ال والال ام بقى بناء على البيانات اللي انا دخلتها من على الاي اي والفحص اللي تم بيه ال ام، لانه ده بلاك بوكس ما اعرفش ايه اللي حصل جوه، فهيديني الاوت بوت. فانا كان في نقاش مع احدى الزميلات فبقول لها طب ده معناه ان
الجودة بتاعة التقرير مراجع الحسابات مم. هتعتمد على نتائج اللي طلعت لها من ال LM اللي هي مم. معتمدة على البرنامج من ال AI. فالنتائج ديت بقى هتختلف أنا بستخدم أنهي AI. اوكي طيب، انا هسأل حضرتك كام سؤال. في اتفضل. الطبيعي لما حضرتك بتعملي المراجعه الاوديت، صح؟ يعني انا فاهم أيوه الموضوع صح؟ نعم الاوديت. نعم الأوديت حضرتك عندك في الاوديت بيبقى فيه كرايتيريا معينه، يعني حضرتك بتدوري على بالظبط. 1 2 3 4، تمام؟ أيوه تمام. اول خطوه سواء بقى سواء بقى شات جي بي تي ولا كلود ولا جيميناي ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها، حضرتك مم. بتعملي ايه؟ الاول بعلمه ايه الكرايتيريا بتاعه الاسسمنت. اوكي، يعني بص يا كويس. عم شات جي بي تي، انا عندي البوينت رقم 1 المفروض تبص لي على الارقام دي وتقول لي هي مظبوطه ولا لا، بعدين تبص على دي هي مظبوطه ولا لا، بعدين على دي مظبوطه ولا لا، وهكذا. تمام؟ بعد ما حضرتك هتعملي الخطوه دي هتبتدي تختبريه، تدي له فايل وتقولي له راجعه، فيراجعه فيغلط في حاجات ويصلح في حاجات، فحضرتك تقولي له لا دي غلط عشان انت ما عملتش 1 2 3 4. اوكي؟ اوكي. ده في اقل من اسبوع شغل هتلاقي حضرتك ال ام بتاع حضرتك اتظبط وبيطلعها تمام فيري اكيوريت. طب تمام. الاصيع بقى كمان بقى، لو حضرتك عملتي الماب اللي في دماغنا اللي مم. بأودت بيها كتبتها له في PDF فايل، كويس. خطوات وستبس والكلام ده كله، ورفعتها له وقلت له اتعلم ده كويس واسالني في الحاجات اللي انت مش فاهمها، فهيرد على حضرتك فهيسالك فهتجاوبيه، بعدين تبتدي تدي شيت يراجعه وحضرتك تتاكدي انه تمام، الشيت اللي بعده يراجعه وتاكدي تمام، في اقل من شهر واحد هيبقى عند حضرتك شات جي بي تي بيعمل كل شغلنا في ثواني معدوده. طب السؤال بقى، بس هل لازم باي. النتائج بتختلف باختلاف استخدام ال AI؟ أي نوع من ال AI استخدمته؟ طبعا طبعا بيختلفوا عن بعض، بس في حته الداتا دي الفروقات مش هتبقى ضخمه. يعني بيفرقوا مثلا في الكودينج، يعني كلود احسن واحد تقريبا بيعمل كود بيتهيألي يعني، مم. شات جي بي تي ما بيعملش كود حلو، فالسوفت وير ديفلوبرز ما بيحبوش شات جي بي تي في الحته دي، ولكن داتا ويقراها ويذاكرها ويطلع لنا نتيجه تقريبا كلهم هيدوا نفس النتائج تقريبا، بس مش تقريبا. نفس الليفل اوف كواليتي. يعني مثلا المراجع دوت مم. بيكتب تقرير، مم. والتقرير دوت بيكون ضمن التقرير المالي للشركة اللي مم. المستثمر بيعتمد عليه لاتخاذ قرار استثمار حلو او قوي. لاكتشاف اي فرود او اي حاجة. حلو، فانا لو لما كنت حضرتك علمتيه كويس هيديكي التقرير بالطريقه اللي حضرتك طلبتيها. ايوه، بس في الحالة ديت هستخدم ايه؟ انهي واحد من الاي اي؟ انا بصراحه بايظد دايما لشات جي بي تي. اه. يعني انا لما حد بيسالني استخدم ايه فاقول له استخدم شات جي بي تي البيد فيرجن، الفري فيرجن ده مم. ضايع. تمام؟ لان شات جي بي تي سهل جدا في التعامل، ذكي جدا، بيتعلم بسرعه جدا جدا جدا، وبيريحني بصراحه في حاجات كتير قوي. اوكي؟ انا فممكن اقدر ارد انا دكتور بس احمد بعد اذنك يضيف. يا دكتوره. مم. اقول لحضرتك حاجه، شات جي بي تي طبعا زي ما دكتور محمود قال عليه، ميزته طبعا ان في ميموري ويقدر يبص على هيستوريكال، ونعرف نتحكم في الميموري كويس جدا، وفي حته ما كاستمايزيشنز ليها بحيث يبقى فاهم انا بشتغل في ايه بالظبط. ده الكلام ده لو حضرتك هتشتغلي على مستوى الانديفيديوال، يعني ايه؟ حضرتك اللي هتخش تتعلمي الموديل بتاعك اللي بناء عليه يطلع شغل لحضرتك. انما لو هنروح حتة تانية ناحية البيزنس، وعايزين دوت يتم جوه البيزنس ويحصل بطريقة اوتوميشن، وابقى عامل في حاجة كده في النص بتقال اسمها راج، اللي هو ايه؟ ببقى عامل زي موديل تاني كده، هو يقدر يراجع على الداتا اللي هي حصل عليها مراجعة قبل ما انا اخش ابص عليها وراجع مم. عليها تاني، وابقى ضامن الورك فلو دوت اللي بيحصل. انا اقول لحضرتك احنا لسه مطبقين في احدى الشركات اللي موجودة في دبي، عاملين لها مم. حاجه اسمها ريكوست فور بروبوزل. ده هم داخلين مناقصه، فجات لهم داتا مم. كتير وانبوتس كتير، ايميلات على صور على وكل ده خلينا الاي اي يراجعوا مم. ويشتغلوا، وبناء عليه يبتدي يقدم في المناقصه اكوردنج تو الكرايتيريا اللي هم بيشتغلوا بيها، وبالطريقه اللي بيكتبوا بيها الريبورتات، وبالطريقه اللي بيكتبوا بيها الايميلات، بحيث يطلع بالظبط زي ما هم عايزين. فده بيتطبق على مستوى البيزنس، بس طبعا مش عن طريق شات جي بي تي، عن طريق حاجات كده بلاتفورمز بتتحط جوه المؤسسات، سواء بقى بتتحط ك ك اون بريم السطب جوه، او بتشتغل عليها على الكلاود، وبناء عليه بنقدر نحط عليها الورك فلو دوت ونعرف نشتغل عليه.
لو هنشتغل على مستوى البيزنس، وخصوصا لو عاوزين نحافظ على الداتا والداتا ما تخرجش بره او فيها نوع من انواع السكيور ليها. ده موجود وده موجود. هو ده، هي دي النقطة، إن أنا عندي الشركات أنا بتعامل مع الشركات الكبيرة اللي هي مثلا بيج فور أو إلى آخره. موجود يا فندم، موجود حاجة زي كده، وممكن حتى نتواصل بعد ما نخلص السيشنز ونقدر نوصل حضرتك للتكنيكال ارم اللي ممكن يساعد حضرتك في الكلام دوت، وتوصل لي بيه لنتائج هايلة. تمام، شكرا جزيلا. العفو يا شكرا. فندم، العفو. كان في أسئلة تاني. الريسيرش، طب حد كان بيتكلم على أجهزة لابتوب أو تابلت جاهزة ممكن أحط عليها التولز. هو طبعا في أجهزة لابتوب وفي أجهزة طبعا ممكن يتسطب عليها AI موديلز على طول، بس طبعا ديت هتبقى غالية. ف حد محتاجين الورك شوب ده مش عارف ايه. ثانك يو. صورة الشبكية خلاص قلنا عليها. في تولز بتقيس الضغط والهيموجلوبين بشكل دقيق. اه في حاجة اوري. في حاجة للضغط. في ده سؤال عبقري. في تول اسمها دكتور دي بي، دي عبارة عن ساعة سمارت ووتش بس مخصوصة بتاعة ضغط بجد. يعني الساعات السمارت ووتش العادية دي بتقيس البلس ودي مش اكيوريت. اوكي، دكاترة الباطنة بيبقوا عايزين يقيسوا بجهاز الضغط اللي هو فيه بالونة هواء بتتنفخ توقف الضغط وبعدين تقيس. فالساعة دي فيها بامب اوتوماتيكلي متوصلة بابلكيشن وبيقيس الضغط 24 ساعة والبيشنت لابسها. حلو. في ابلكيشن خاص بالاسعافات الاوليه. آه، ما عنديش معلومة الصراحة كتير، نسيرش عليها. طيب في ابلكيشن خاص بالتغذيه. اوه هو ده في يوز كيس احنا كنا عاملينها مع بعض، فاكر لو حضرتك فاكرها يا دكتور احمد؟ اليوز كيس دي كان شركة بتشتغل على الدايت بلان والاكسرسايز بلان. اوكي، دي كانت بتشتغل ان هي عميل بيبعت لها الوزن والطول وكذا وكذا ونسبة والبادي فات ريشيو والكلام ده كله اللي هو اسمها امبادي. وبندرس كل الكلام ده، بناخده كله وندخله على موديل يقراه، وبعدين يقترح لينا الدايت بلان اللي يتبعها ويقترح لينا الاكسرسايز بلان اللي يتبعها. الاكسرسايز كان فيه ابلكيشن اسمه ترينرايز اي ثينك، ده اللي كان فيه البوينت دي. هاي. طب والهيموجلوبين يا دكتور، في ابلكيشن خاص بالهيموجلوبين؟ آه، في ابلكيشن انا شفته بيشوف العروق عشان الدكتور يدي فيها كانيولا. اوكي، لكن هيموجلوبين لازم هناخد عينه من المريض. امم فلما هناخد عينه من المريض هيطلع ريبورت، فناخد الريبورت ده نديه للموديل يقراه بقى. طب استاذنك بس، ممكن على الجروب بتاعنا نبقى نكتب بس اسم الساعه ديت لما حضرتك بس تبقى ايه حالا بتاعت الضغط دي. كان ايوه. حد بيسأل على الجزء بتاع صناعة الأدوية. امم هل في حاجة بقى في الجزء ده؟ ما هي حاجه بتصنع ادويه، ولا حاجه بتساعد المانيفاكتشر على الفورميلا، ولا حاجه بتتشيك الكواليتي، ولا حاجه؟ ما هو احنا ده كلام عام، فانا لازم احدد. مم. والله انا مثلا في المصنع بتاعي عايز اتشيك الكواليتي واشوف هل الموظفين بيمشوا بالبروتوكول اللي انا حاطه ولا لا، فبجيب موديل اعلمه واحط لهم كاميرا مثلا ويشوف الحاجه اللي طالعه. طيب الاي اي اصلا هو اللي ساعدنا ان احنا نطلع الفاكسينيشن بتاع كورونا. لو حضرتك تفتكر الستوري ايوه دي، صح. مم. كان بياخد داتا ويقعد يجرب كذا فورمولا ويشوف النتائج بتاعتها، وبعدين يقول لك غالبا هي الفورمولا الفلانيه. أيوة. مم. حد كاتب برضك حاجة عايزها في حتة كتابة رسالة الماجستير. إن شاء الله إحنا نعمل سيشن في الأكاديميك مم. رايتنج عموما، مم. هنستضيف فيها حد خاص برضك بالريسيرش بيبر الخاص بالبيزنس، وبرضك هنجيب معانا دكتور محمود يتكلم برضك الحاجة الخاصة بالريسيرش اللي خاصة بالدكاترة وكده، بحيث برضك الناس تستفاد وتاخد إيه تفاصيل أكتر إن شاء الله مع بعض بإذن الله. ان شاء الله. حضرتك ذكرت في دمج أنظمة إدارة المستشفيات إن ممكن يبقى في موديولز أوفلاين مش محتاج يبقى متصلة بالإنترنت عشان حماية البيانات. هل ده ممكن يتم تحديثه مثلا كل فترة، عشان إحنا كل يوم بينزل جديد في الجايد لاينز، وفي نفس الوقت يظل محتفظ بأمان البيانات؟
يس طبعا، ده immediately. يعني حضرتك كل ما تنزل جايد لاين جديد ارفعه له وقول له اتعلم الجايد لاين ده بس، ثانك يو. بس دايما الحاجات اللي بتتعمل اوف لاين اللي هي اسمها اون بريم اللي بتتعمل عندي، حضرتك بتحتاج تشتري سوبر كمبيوتر وتوصل الاجهزه اللي في الجامعه او في المستشفى بيها، والبيانات دي كلها هتمشي بطريقه ثابته. يعني حضرتك بتبني سيستم كامل، فالحاجات دي من الحاجات المكلفه بس. في كشف لقياس الهيموجلوبين في المنازل كشافات، مش عارف. هو السؤال ده هنسأل، هو احنا بنقيس الهيموجلوبين ازاي؟ لو بنقيس الهيموجلوبين ان احنا بناخد عينة دم، فده طبعا مش هيحصل، انا هاخد عينة دم واطلع ريبورت. لكن لو هعملها زي الحاجات اللي بتبقى موجودة في الساعات السمارت ووتشز فده تمام، بس ده مش اكيوريت. تمام. اي اسئله؟ ايه مكلف مبدئيا، لكن المفترض بعد كده ما يبقاش فيه تكلفه متكرره سنويا. بيتكلم على طبعا. طبعا ده في الاول طبعا يعني. في الاول بس حضرتك بتعمل سيت اب وتشتري الاجهزة وخلاص كده. افضل اوبن اي. لا بصوا حضرتك حاجه في الحته ديت، طبعا الموضوع مش فكره اوبن اي مش هتعرف تنزله عندك على خالص. على اجهزه. احنا بناخد اوبن سورس. اوبن سورس موديل، وده اللي بنبتدي ننزله عندنا في السيرفرات بتاعتنا، ونبتدي نعلمه اللي احنا عايزين نعلمه له من ايه، من الجزء بتاعنا. وبالتالي بعد التعليم بتاعه دوت بنقدر ساعتها نتحكم فيه، ونقدر نشتغل على الموديل دوت اللي احنا علمناه له. تمام. اي اسئله؟ تمام. شكرا لحضراتكم، شكرا دكتور محمود، سهرناك. بالعكس انا انبسطت جدا بالجمع الفظيع ده وكميه الاسئله تو ذا بوينت، فشكرا جزيلا ليكم، واتمنى تكونوا استفدتوا وان ما ضيعناش وقت حضراتكم هباء. و... واشوفكم ان شاء الله قريبا مع الدكتور احمد في ايفنتات جديده. ان شاء الله. ونحاول بس بعد اذنكم الفيدباك مهم جدا عشان نقدر نحسن المحاضرات اللي جايه باذن الله، وخصوصا لو ان شاء الله بنيجي نقدم محاضرات تانية خاصه بهيلث كير باذن الله. شكرا ليكم. ان شاء الله تسجيل المحاضره هينزل بكره باذن الله على البورتال، على اللي اقصد على اليوتيوب شانل بتاعتنا، بحيث نقدر نبص ونشوف المحاضره كذا مره، ونقدر نستفاد من الحاجات الكتيره اللي قالها يا دكتور محمود. شكرا يا دكتور محمود، ونتقابل إن شاء الله في ويبينارز تانية. شكرا لكم. جزيلا، شكرا جزيلا.